السلام عليكم حبايب قلبي الاعزاء، طلبة تالت ثانوي والغنيين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا نحل الا وهو اول اختبار او اول فصل شامل على الفصل الاول من كتاب الوسام باذن رب كريم. صديقي العزيز، لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو محتاج مني اي حاجه هسيب لك كل الجروبات وكل ارقامي الخاصه بيها، تقدر تتواصل معايا في اي وقت ان شاء الله. بسم الله نسمي لك ونبدا. بسمك يا رب. اول سؤال يا عم. بسم الله. اول سؤال بيقول لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك اي من، تعال نكبرها بقى عشان ايه تشوف بقى وتبقى واضحه، وعايز تكبر من عندك برضو عادي كبر. ايات بسم الله. اي من الشحنات الكهربيه الاتيه يمكن ان تشحن بها كره. مش هو بيتكلم عن شحنات؟ تكتب له يا عم الكيو، كميه الشحنه الكهربيه اللي هو بيتكلم عليها بتساوي ان في اي. ده كان الفرض الخامس في بلانك في اشعاع الجسم الاسود. قال لك الطاقة الناتجة عن الذرة مكمأة منفصلة غير متصلة. يعني انت عايز تقول ان ال N دهيت لازم تكون دايما عدد صحيح. ما ينفعش اقول لك الكترون ونص، ما ينفعش اقول لك 2 الكترون ونص، ما ينفعش. يعني هنجيب ال N لكل واحدة من دول. ال N هتساوي كيو على ال E لكل واحدة من دول، ونشوف اللي تطلع كسر ما ينفعش، اللي ما تطلعش كسر تنفع، اللي تطلع بمعنى اصح عدد صحيح تنفع. ماشي نسمي الله. تعال نجيب الاولانيه بقى، نقسم كيو على الاي. طبعا ايه عادي، انا ممكن اشحن الكوره بشحنه سالب او شحنه موجب، مش هتفرق. الشحنه اول حاجه سالب عادي تنزل عادي مش تفرق. دي بتدل على شحنه الحاجه اللي انا شحنها بيها. ماشي. يبقى هنقسم ايه؟ هنقسم الكيو على الاي. كيو 1.6 في 10 أس سالب 20 على الاي 1.6 في 10 أس سالب 19. اداك هنا بكام؟ اداك هنا ان ال N طلع بكام؟ ال N في المسألة ديت طلع ب1/10 إلكترون. هل في حاجة اسمها 1/10 إلكترون؟ لا، يبقى دي غلط، يبقى أكيد جميع المسامك ديت غلط. طب تعال نجرب الاختيار رقم ب. ال N هنقسم -4.8. السالب ده سالب أصلا ايه الشحنة، يبقى ننزلها عادي. يبقى نقسم 4.8 في 10 أس سالب 18. ادي 10 أس سالب 18 وادي 4.8. بسم الله. هيديك كام؟ الحق ده اداني ال N طلع ب30 الكترون. ايه ده عدد صحيح؟ اه يبقى دي اللي تنفع، بس ما تكملش بقى. يبقى الاجابه الصح رقم ب. بس اثبت لي. حاضر. هنقسم 4.8 في 10 اس سالب 22 اهي سالب 22 على الرقم ده، هيديك كام؟ 3 في 10 اس سالب 3. هل في حاجه اسمها كده؟ لا. اهي 4.8 في 10 اس سالب 22 على الرقم ده طلع ب3 في 10 اس 3. يبقى الاجابه الصح هتكون يعني بمعنى صح 3 على 1000، اللي هي 3 من 1000 بمعنى صح. هل في حاجه اسمها كده؟ لا. يبقى الاجابه الصح هتكون رقم ب من غير كلام بقى. ماشي. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كمل يا عم. بيقول لك ايه؟ في ذره الهيدروجين، خلي بالك بقى. ماشي. يدور الالكترون في مسار دائري نص قطره، يبقى دي الار، والزمن الدوري له يبقى ده تي. فان شده التيار، مش احنا اتفقنا ان الاي بيساوي كيو على التي؟ اه كيو على التي. بس ممكن يكون زمن دوري امتى؟ لو الجسم بتاعك بيتحرك في مسار دائري، واحنا بالفعل انا قايل لك اهوت ان الالكترون بيتحرك في مسار دائري. يلا نقسم كيو بكام؟ الكيو مش معايا، هنفكها بان في اي. مش ده ذرة هيدروجين؟ لان بتاعته بواحد. الاي بتاعته 1.6 في 10 أس سالب 19 على الزمن الدوري. بكام الزمن الدوري؟ 1.6 في 10 أس سالب 16. تعال نشوف هيديك كام. تقريبا هيديني 1 ملي تقريبا. واحد. اول حاجه بص، بص 1.6 مع 1.6 دي 10 اس سالب 16، تطلع فوق 10 اس موجب 16. يبقى عندك 10 اس سالب 19 في 10 اس موجب 16 هيديك 10 اس سالب 3، اللي هي 1 ملي امبير. يبقى الاجابه الصح تكون الاجابه رقم الف. ماشي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعده. بسم الله. بيقول لك ايه؟ سؤال رقم 3. إيه؟ عندك جزئين من دايرتين كهربيتين، هات لي اي واحد على اي. بيقول لك اذا كان اي واحد على اي اتنين بالرقم ده عايز جهود. ده كويس والله. ماشي. تعال نجيب له اي واحد. اي واحد بيساوي ايه؟ تعال نجيب القلم الازرق عشان نشتغل بيه. بص يا عم صل على النبي. بص يا سيدي. تعال نجيب اي واحد. اي واحد هتساوي مثلا في فرق الجهد بقى، في على ار فرق الجهد. هنطرح الجهد الكبير. هو اول حاجه التيار بيمشي من الجهد الكبير للجهد القليل، فهو بيمشي من الجهد الكبير للجهد القليل وهكذا. تمام. فاحنا اول حاجه عايزين نجيب اي واحد. هنجيب فرق الجهد. تمام. نقول -2 ناقص 26. تمام. صلوا على النبي. يلا يا عم. يلا نجيب فرق الجهد. -2 ناقص 26 هيديك كام؟ -2 ناقص 26 هيديك موجب 24 على المقاومة اللي هي ار.
دي اي واحد. طب تعالى نجيب اي اتنين. ما هو اي اتنين هيساوي فرق الجهد بين A و B، يعني انت هتعملها كده في A B. معرفوش فرق الجهد بين A ل B على المقاومة بتاعته اللي هي 5R. يلا تعالى اقسمهم على بعض وسيبهم ب10/1. ماشي نقسم. يبقى 24 على الار. بدل ما نقول على نشقلب العلى نخليها في مع قلب اللي بعديه. بدل ما هو يكون في اي بي على 5R يبقى يتقلب يبقى 5R على فرق الجهد من ال بي. والكلام ده كله هيساوي كام؟ الكلام ده كله هيساوي 10/1. أول حاجة في المقاومة ار ديت تروح مع المقاومة ار ديت. تمام. يعني اتبقى لك ايه؟ اتبقى لي 24 في 5 على في اي بي. ماشي. هي 24 في 5 بكام؟ ادي 24 في 5 هيديك 120. تمام ركز بقى. يبقى 120 على في تحت فرق الجهد من A ل B. الكلام ده كله بيساوي كام؟ 10/1. طب انا عايز اجيب فرق الجهد من A ل B. هات ال10 تحت. يبقى 120/10. الصفر مع الصفر يديك ان فرق الجهد من A ل B المفروض يكون ب12. يعني فرق الجهد بين النقطتين دول المفروض يكون ب12 اهو. يعني لو علقت فولتمتر هنا مثلا كده هقولك ان الفولتمتر ده هو بكام؟ ب12 فولت. ما هو الفولتمتر ده بيساوي فروق جهود. ماشي صل على النبي. يبقى فرق الجهد من A ل B اهو. فرق الجهد من A ل B هيساوي اطرح الجهدين. اطرح جهد A ناقص جهد B. بس انا عايز اعرف اي اتنين هيمشي منين. بالعقل يا مستر هو فرق الجهد ب12. يبقى اكيد الجهد بتاع الرقم ده هو اكبر بتاع الجهد بتاع الرقم ده هو. ليه؟ لان لو قلت بي مثلا بكام؟ مثلا 14 ناقص 2. 14 ناقص 2 هيديك ان فرق الجهد ب12. يبقى اكيد ان الجهد بتاع بي اكبر من الجهد بتاع ايه. دي حاجة اكيدة. طيب انا بقى ممكن افرضها العكس. ازاي؟ بص يا عم صلى على النبي. بلاش يا عم تفرضها العكس. وانت مسميه ايه؟ انت مسميه فرق الجهد من A ل B. يعني انت كنت بتفترض انه ماشي من A ل B. اه فرق الجهد من A ل B هيساوي جهد A ناقص جهد B من غير كلام. مش انت كنت مسميه كده من الاول؟ اه بس خلاص يبقى انت كنت فارض انه ماشي من A ل B. ماشي. فرق الجهد من A ل B ده احنا جبناه ب12. جهد A ب2 ناقص جهد B انا عايزه ودي بعكس اشارة. يبقى جهد B الجهد بتاع B هيساوي 12 ناقص 2 اللي هو 10. وفي سالب هنا خلي بالك. سالب جنب جهد بي يساوي كام؟ 10. عايزين نتخلص في السالب. اضرب في سالب يمين واضرب في سالب شمال. يعني يطلع ان جهد بي بكام؟ -1 طبعا عاد مش تفرق اهو. يطلع ان جهد بي بكام؟ -10 فولت. يعني اول حاجة جهد بي طلع بكام؟ -10. يبقى انت عندك حاجة من اتنين. اما الإجابة لا ده هي واحدة. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ج. عارف يعني ايه جهد بي ب -10؟ يعني المفروض التيار هيجي من الأعلى للأقل. يعني هيجي من 2 هيروح لبي وهكذا. هيجي من 2 هيروح لبي. يبقى التيار هيمشي من A هيروح لبي عشان هو بيمشي من أعلى جهد لأقل جهد. دي أعلى جهد 2 بالموجب، دي أقل جهد -10 بالسالب. يبقى الإجابة الصح هتكون الإجابة رقم ج. سؤال حلو خلي بالك. ماشي. يمثل الشكل دايرتين كهربيتين من نفس المادة. يعني كده رو إي ثابتة. ماشي. عايزين اي اي على اي بي. مش فرق الجهد ثابت؟ هنقول مثلا ان فرق الجهد عند الموصل A بيساوي فرق الجهد عند الموصل B. فك. يعني التيار في المقاومة بتاع A ده التيار بتاع A طبعا بيساوي التيار في المقاومة بتاع B. ادي التيار في المقاومة بتاع B. يلا بينا صلى على النبي. هو تيار A انا عايز اجيب تيار A على تيار B. تمام. تيار A على تيار B كأنك بتقول مقاومة B على مقاومة A. مقاومة B. مش انت عارف ان المقاومة بتساوي رو اي في ال على الايه؟ نفك الايه بقى بدلالة الباي ار تربيع. الرو اي كده كده ثابتة. وبص الباي مش هنعوض بيها. ليه؟ لان احنا بنعوض في النسب مش بنعوض بالثوابت. بنعوض بالمتغير بس. ماشي. دي كام؟ انا هجيب بقى مقاومة بي على مقاومة ايه؟ مقاومة بي. يعني هجيب ال على ار تربيع. ال بكام؟ بواحد. على الار تربيع بتاعتها بكام؟ دي ار تربيع هيديك واحد تربيع اللي هي بواحد برضه. مقاومة ايه؟ مقاومة ايه تساوي ال على ار تربيع. مقاومة ايه؟ ال بكامل اللي هي بواحد على ار تربيع مقام بسط. الار بكام؟ 2 ار لما تربعه يديك 4. 2 فوق 2 عفوا لما تربعه يديك 4. 1 في 4 يديك 4 على 1 في 1 يديك 1. بس يا عم. يبقى لو انت عايز تجيب اي اي على اي بي هتساوي كنسبة 4/1. اللي هو انهي اختيار في دول؟ تعال نشوف. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله.
هو بيقول لك يعني هنجيبها، ده انا اصلا طلعت له كنسبه اصلا، يعني لو عايز نسبه طلعت له كنسبه. بس هو ما كانش عايز كده اصلا، عايز اي اي على اي بي تساوي ار بي على ار اي، بس الاجابه الصح الاجابه رقم ب. هو لو كان عايز نسبه بس من غير رموز 4 على 1، لكن هو كان عايز اي اي على اي بي، عايزها تساوي انهي واحده من دول، يبقى ار بي على ار اي عشان بينهم علاقه عكسيه لثبوت فرق الجهد. ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور، السؤال رقم 5. بيقول لك ايه السؤال رقم 5؟ شريحتين مربعتين من نفس المعدن، يعني كده الرؤية ثابتة، ولها نفس السمك، يعني كده المساحة ثابتة. صلوا على النبي اهي. ولكن طول ضلع A ضعف طول ضلع B. يعني ال A مثلا لو طول الضلع مثلا منه بكام؟ هو قال لك مربعتين، لو طول الضلع مثلا باتنين ال، يبقى طول الضلع بتاع A بكام؟ بإلا واحدة. ماشي، بيقول لك فإن النسبة بين مقاومتهم بكام؟ مش انت عارف ان الار بتساوي رو اي في ال على الايه؟ اه. طب ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مستر الرؤية ثابتة وقال لك لهما نفس السمك، يعني المساحة ثابتة، يعني كده الار والال بينهم علاقة طردية. تمام، ركز بقى. بس بص يا مستر، هو احنا كنا بنتعامل في المسألة ديت بأنهي قوانين بالظبط؟ في المسألة ديت هقول لك، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا كنا بنقول في المسألة ديت، انا ممكن اقول مثلا هو اول حاجة مش المساحة بتاع الشكل ده دايما ثابتة؟ طيب ممكن تعمل لي علاقة بين ال الار والال، بس هقولك هنجيبها ازاي. هو قالك انت عندك كان A و B من نفس المعدن ولهم نفس السمك، بس طول ضلع B كان ضعف طول ضلع A، فإن النسبة بين مقاومتهم على الترتيب عند توصيلهما كما بالشكل، وهكذا. دول عايزين نجيب مقاومتهم، هنجيبها ازاي؟ يعني بص كده وصلى على النبي. بص يا سيدي، احنا ممكن نقول يا صديقي ان لو عايزين نجيب RA مقاومة A على مقاومة B، يبقى تساوي ال بتاع A. ولا اقول لك بص يا مستر، احنا ممكن نحسبها بالمساحات وخلاص، مش المساحات ثابته، ممكن نحسبها بالمساحات. ازاي؟ مش طول الضلع الواحد بتاعها بتاع ده او ده ثابت؟ ايوه، يعني ايه بقى طول الضلع الواحد بتاع ده او ده ثابت؟ يعني هقول لك بدل ما نقولها بالال، طول الضلع اصلا كده كده ثابت، واصلا ال دي اسمها طول السلك اصلا، يعني ديت اصلا ملهاش علاقه بطول الضلع. يعني انا ممكن اقول مش انت عايز مقاومه ايه على مقاومه بي، اقول المساحه بتاع بي على المساحه بتاع ايه، بس يبقى مقاومه ايه على مقاومه بي. هنقول المساحة بتاع بي على المساحة بتاع ايه يا بي. مساحتك ايه؟ ده مربع، مساحته طول الضلع في نفسه 2 ال في 2 ال هيديك 4 ال تربيع. يا ايه مساحتك ايه؟ طول الضلع في نفسه، وانا ال في ال هيديك ال تربيع، فال تربيع تروح مع ال تربيع، يبقى لك 4 على 1، يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم د. بس يا عم، ده بقى سؤال حلو بقى. سؤال سلك طوله 120 سنتي. طب معلش ممكن تخلولي بالمتر بكام؟ دي سنتي صح؟ يبقى 120 مضروب في 10 سالب 2 هيديك كام؟ 1.2 متر. يعني السلك كله طوله 1.2 متر. مقاومة وحدة الأطوال، يعني لما الطول بواحد متر هيكون المقاومة بتاعته بالرقم ده 8 سنتي، قسمة إلى 3 أقسام متساوية. يعني بص السلك ده أنا قسمته 3 أقسام، دي قسم قسم قسم، القسم ده قد القسم ده قد القسم ده، يبقى أكيد مقاومة ده هتكون قد مقاومة ده قد مقاومة ده. ماشي، وشكل أحد الأقسام على هيئة دايرة، يعني القسم ده بدل ما يسيبه مفرود كده هو شيلته وشكلته على هيئة دايرة. ما هو طالما شكلته على هيئة دايرة يبقى أكيد نص اللي فوق قد نص اللي تحت. تمام. ثم وصل الباقي تكون المقاومة الكلية بين طرفيه بكام؟ بص يا عم بالراحة، بس تعالى نعمل العلاقة بين المقاومة والطول. لما المقاومة كانت بواحد متر كان مقاومة وحدة الأطوال منه، عفوا لما المقاومة كانت بتمانية كان وحدة الأطوال منه بواحد. طب لما وحدة الأطوال كلها تبقى ب1.2 متر، المقاومة بتاع هذا الشكل تبقى بكام؟ الار ايكويفالنت بكام؟ المقاومة الكلية، يبقى المقاومة الكلية هضرب 1.2 في 8، هيديك تقريبا 9.6. يديك 9.6. يبقى المقاومة الكلية كام؟ طلعت 9.6 اوم. يبقى السلك ده هو مقاومته الكلية كانت 9.6. بالله عليك تركز اهو، احنا كنا مقسمينه 3 أجزاء صح؟ وقالك ان هما أقسام متساوية. ما هو انت عارف يا ابني ان المقاومة والطول بينهم علاقة طردية، طالما ال3 أجزاء متساويين في الطول يبقى متساويين في المقاومة، يبقى نسبة 9.6 دول على التلاتة، يعني كل جزء هياخد 3.2. يعني الجزء ده أو الجزء دوت هياخد 3.2 اوم، والجزء ده هياخد 3.2 اوم. الجزء بقى ده بقى اللي انا شكلته على هيئة دايرة المفروض كله يبقى 3.2، بس 3.2 دول هقسمهم على جزئين عشان دي نص دايرة فوق ودي نص دايرة تحت، عشان كل واحد ياخد نصيبه، يبقى نقسم على 2، يبقى كل واحد ياخد 1.6. يبقى اللي فوق ده هياخد 1.6 اوم، واللي تحت ده
هياخد 1.6 اوم. دلوقتي المقاومة المكافئة كام؟ عندك أول حاجة 3.6، عفوا دي ايه، احنا قلنا 3.6، 3.6، لا 3.2، احنا صح اهو. لما قسمنا 9.6 على 3، كل واحد خد 3.2، يبقى احنا صح. ركز بقى، الاتنين دول توازي بكام؟ واحدة منهم على عددهم، يبقى أول حاجة احنا نزلنا 3.2 الأولانية دول، زائد الاتنين دول توازي، واحدة منهم على عددهم 1.6 على الاتنين هيديك 8 اهو، زائد الرقم اللي في الآخر اللي هو 3.2، هيديك كام يا صديقي العزيز؟ تقريبا هيديك 3 و3 6، 2 و2 4، 6 و4 و8، هيديك 7.2 اوم. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم د. حلو شويتين، خلي بالك. يلا يا عم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه بس انك تترجم كل كلمه الراجل ده قايلها، ما تعديش اي كلمه الا لما تترجمها، دي اصلا اصل الحوار. يلا، كابل من الالومنيوم، سلك يعني من الالومنيوم، نص قطره يبقى نص قطر الالومنيوم، مقاومته دي مقاومه الالومنيوم. ماشي، اذا استبدل بكابل اخر، يعني كده نوع الماده اختلف. ماشي، مكون من 6 اسلاك رفيعه زي ده بالظبط كده ماشي، بيقول لك ايه؟ من الالومنيوم نص قطر كل منها 3 مللي ولها نفس الطول، فان مقاومه الكابل الثاني، هنفترض يا عم ان الكابل التاني ده نحاس، افتراض مثلا، يعني انا لو قلت مقاومة الألمنيوم على مقاومة النحاس هتساوي، أول حاجة مش المادة مختلفة يبقى هو مش مديك نوع مادة، خلاص يا عم هنقول رؤي ألمنيوم على رؤي نحاس، عشان الرؤي والمقاومة بينهم علاقة طردية، هنقول طول الألمنيوم على طول النحاس، بس نص القطر بقى نقول ايه بتاع النحاس على ايه بتاع الألمنيوم، ممكن نفك الايه بباي ار تربيع بتاع النحاس على باي ار تربيع بتاع الالومنيوم، لان بينهم علاقه عكسيه، فالار هتروح مع الار. تعال نعوض، يلا بسم الله. قال لك كابل الالومنيوم مقاومته ب5، صح؟ عوض يعني كده مقاومه الالومنيوم ب5 على كابل النحاس عايز يجيبه الكابل الاخر، يعني تساوي إيه المقاومه بتاع الالومنيوم، مش ده كان الالومنيوم كانت مقاومته، هو مسمي المقاومه نوعيه برو، وده برضه مسمي المقاومه نوعيه برضه بتاعته برو، عادي المشكله في طول الألمنيوم على طول النحاس، ما هو الطول هو مثبته، يبقى الطول بتاع ده يروح مع الطول بتاع ده، والباي مع الباي، يبقى نص قطر النحاس تربيع على نص قطر الألمنيوم تربيع، طبعا الرو تروح مع الرو. يبقى ركز بقى، يبقى اللهم صل على النبي، نص قطر الألمنيوم ده سهل بس نكتبه الأول، نص قطر الألمنيوم 9 ملي، ما هو الملي اللي فوق يروح مع الملي اللي تحت، ماشي. نص قطر النحاس بقى عشان نربعه بكام؟ بس خلي بالك بس ايه، هو تحت نص قطر الألمنيوم تربيع 9 تربيع، تمام؟ نص قطر الألمنيوم تربيع. فوق بقى هنقول نص قطر النحاس تربيع، هو بكام نص قطر النحاس؟ ما هو قايل لك يا عم، هو في مسألة قايل لك ان هو بكام، قايل لك ان هو ب3 مللي، بس اوعى تنسى نص قطر تربيع ملي، فالملي اللي فوق يروح مع الملي اللي تحت، خلاص بقى. تعال نجيب المقاومة الكلية للنحاس، المقاومة الكلية للنحاس هتساوي 9 تربيع في 5 على 3 تربيع. تعال نشوف 9 تربيع في 5 على 3 تربيع، هيديك المقاومة الكلية للنحاس تطلع بكام؟ ب45 اوم. يا صديقي العزيز، بس انت عندك 6 اسلاك رفيعة، وال6 اسلاك دول اهو متواضح ان هم قدامك متوصلين مع بعض على التوازي، تمام، وليهم نفس الطول، طالما ليهم نفس الطول يبقى ليهم نفس المقاومة، يعني انت عندك ايه؟ 6 اسلاك متوصلين توازي، عايز اجيب مقاومة الكابل الواحد فيهم بكام؟ اذا مقاومة الكابل الواحد هتساوي المقاومة الكلية على عددهم، المقاومة الكلية 45، عندك كام سلك؟ 6 اسلاك، تطلع تقريبا ب7.5 اوم. تعال نحسبها، 45 على 6 يطلع بكام؟ 7.5 اوم، فالإجابة الصح هتكون إجابة رقم د. يلا يا عم صل على النبي، ايه السؤال اللي عليه الدور؟ 4 أسلاك نحاسية، يعني مقاومة نوعية ثابتة مختلفة في الطول والقطر، خلينا متفقين بقى، مش الار بتساوي رو اي في ال على ايه، ممكن نفك الايه بباي ار تربيع، لما نيجي بنجيب النسب بنطير الثوابت، يعني الرو اي ثابتة والال ثابتة، عفوا والباي ثابتة، فهقول ان الار بتساوي ال على ار تربيع، ال على ار تربيع دايما، بس مش القلات كلها بالسنتي، فهنسيبها بالسنتي، ال بكام؟ ال 15 على ار تربيع، النسب بين الاقطار هتكون هي النسب بين انصاف الاقطار، دي 3 تربيع، مش ده القطر كله يا مستر، انا عارف، عادي هنعتبر بالقطر بس في كله بقى، لو اشتغل هنا بالقطر يبقى نشتغل في كله بالقطر، اشتغل هنا نص القطر يبقى نشتغل في كله بنص القطر، يعني ايه زي كله زي بعضه بمعنى صح، يبقى على نص القطر بتاع 3 تربيع، نص القطر كام؟ 3 تربيع، اللي هي كام؟ 9 يعني، بس 15 على 9، تعالى هنا، ال على ار تربيع، ال بكام؟ ال دي كلها ب35،
اهي على ار تربيع. الار بكام؟ 7. لما تيجي تربعها خليها 7 تربيع يا عم. تعالى هنا، ال على ار تربيع، ال بكام؟ 30. ار تربيع بكام؟ 2 تربيع اللي هي ب4. ال على ال 44 على ار تربيع 4 تربيع اللي هي ب16. تعال نشوف النسب دي هيديك كام وكام وكام. بسم الله. تعالى اول حاجه 15 على 9، ادي 15 على 9 هيديني كام؟ هيديني 1/6. تعال 35/72 هيديك كام؟ 0/486. تعال هنا 40/3 بسم الله هيديك كام؟ 13 و13 من 10 أو 33%، مش تفرق. 44/16 هيديك كام؟ 75%. تعالى نرتبهم بس احنا هنا الأول. واضح إن سي يا مستر أكبر واحد، يعني المقاومة بتاع سي أكبر واحدة، وبعدين الاتنين اللي هي المقاومة بتاع دي، وبعدين مين؟ وبعدين أكيد الواحد 66 المقاومة بتاع ايه، وبعدين مين آخر واحد المقاومة بتاع بي. يبقى سي دي بي اي، سي دي اي بي، عفوا سي دي اي بي، سي دي اي بي. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ألف. ماشي. طب خش على اللي بعده. بيقولك ترتيب الأسلاك من حيث شدة التيار لو وصلتهم مع التوازي مع نفس فرق الجهد. مش الاي بتساوي في باتري على ار توتال، لما نوصله مع التوازي يبقى في باتري ثابتة، يبقى التيار والمقاومة بينهم علاقة عكسية. لو بتقول ان مقاومة سي اقل واحدة يبقى التيار بتاع سي، عفوا مقاومة سي اكبر واحدة يبقى التيار بتاع سي هيكون اقل واحد، بعدين التيار بتاع دي، بعدين التيار بتاع ايه، بعدين التيار بتاع بي، عشان بينهم علاقة طردية. يعني التيار بي اكبر واحد وبعدين ايه وبعدين دي سي، بي اكبر واحد بعدين ايه بعدين دي سي بعدين سي. يبقى الاجابة الصح تكون الاجابة رقم د. ماشي يا عم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور. بسم الله يا رب. بسم الله. تعالى يا عم نحل السؤال اللي عليه الدور. بسم الله. بيقول لك ايه يا عم السؤال اللي عليه الدور؟ بيقول لك صنع طالب مقاومة من سلك ذو طول معين، انا معرفوش هو بكام. بيقول لك ايه؟ ثم صنع مقاومة اخرى باستخدام سلك اخر من نفس المادة، يعني كان المقاومة نوعية ثابتة، ولكن قطره بيساوي نص قطر السلك الاول. قطره او نسب بين الاقطار. لا ثواني، ده قالك قطره بيساوي نص قطر، تمام. يعني قطر السلك التاني اهي قطر يعني الاتنين ار. قطر السلك التاني اللي هو السلك الاخر بيساوي ايه بقى؟ بيساوي نص قطر السلك الاول، بيساوي نص قطر السلك الاول. دي مهمة اوي، خلي بالك. وطوله ضعف طول الاول. طوله يعني ال بتاع الاولاني، عفوا طوله ال بتاع التاني ضعف الاتنين ال بتاع الاولاني. فإن مقاومة السلك الأول إلى مقاومة السلك التاني، مش احنا اتفقنا إن الار بتساوي رو إي في ال على الايه؟ الراجل مثبت مين؟ الراجل مثبت رو إي، وهنفك ال ايه بباي ار تربيع. فالباي رقم ثابت، يعني الار هجيبها بال على ار تربيع. ماشي. تعرف تجيب لي ار واحد؟ ال واحد على ار واحد تربيع. طب ما هي ار واحد باتنين ار اتنين اهي. مش قالك قطره اللي هو قطر التاني اهيت، قطر التاني 2 ار بتاع التاني بيساوي نص قطر الاول. خلاص انا ممكن اشيل نص قطر الاول، احط مكانه 2 ار بتاع التاني عادي جدا. تمام، ادي 2 ار بتاع التاني. بس خلي بالك المفروض ال على ار تربيع، يعني الرقم ده كده يتربع بيه. لما الرقم ده يتربع هيديك ال على 4 ار 2 تربيع. طب تعالى نجيب ار 2. ال على ار تربيع، ال بتاع 2 بكام؟ ال2 ال1 على ار تربيع. نص القطر التاني بكام؟ نص القطر التاني يا ابني، هو مش قالك ان ار واحد بيساوي 2 ار 2؟ يبقى نص القطر التاني خلاص سيبها له، سيبها له ار 2 تربيع، ما تعوضش بيه يا عم. يلا بقى تعال نجيب ار واحد على ار 2. انا سبته زي ما هو عشان اطيره من فوق اصلا، انت فاهمني، ما عوضش بيه. يعني كنت ممكن اجيب معادله بدلاله ار واحد ما كنتش طلعه. يلا يا عم، ال واحد بكام؟ ال واحد بال على 4 ار 2 تربيع، على ار 2 بكام؟ ار 2 ال واحد على المقام بسط ار 2 تربيع. فال واحد هتروح مع ال واحد، ار 2 تربيع مع ار 2 تربيع، يبقى لك نسبة ايه؟ تمن. يبقى الإجابة الصح هتبقى إجابة رقم ألف. يبقى خلي بالك هنا لغة المسألة أصلا قال لك قطره اللي هو قطر التاني نص قطر الأول. عارف لو قال لك قطره بيساوي قطر السلك الأول كانت هتبقى اتحلت، بس أنت أكيد ما خدتش بالك من حاجة زي كده. صلوا على النبي.
في الشكل المقابل موصلين من نفس المادة يكون اي ثابتة. بيقول لك ايه؟ بيقول لك واي واكس والمقاومة بين ال وكي. فين ال؟ ادي ال اهي، وفين كي اهي. المقاومة بينهم دي كلها ب 18. فإن مقاومة الموصل اكس بكام؟ صلى على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. بص يا بيه، المقاومة أول حاجة هنجيبها، هما أول حاجة مش السلكين دول متوصلين مع بعض على التوالي؟ يعني المقاومة الكلية تبقى التيار هيبقى ثابت أول حاجة، يعني المقاومة تبقى جمعهم تمام. أول حاجة هاتلي مقاومة إكس، رو إي في ال عليه. قالك إن رو إي ثابت أصلا، يبقى ال على الإيه، أو ممكن نقول ال على ار تربيع بقى، خليك نصح بقى. ماشي، ال بتاعتها بكام؟ باتنين ال. ار تربيع بكام؟ هو ار اللي هو واحد، يعني لما نربعه يديك واحد. يعني مقاومة إكس تقريبا طلعت باتنين أوم تقريبا. لا ده احنا بنفترض بس، ده فروض عادي. يبقى المقاومة بتاع اكس كنسب يعني طلعت باتنين اوم المفروض يعني. تمام. والمقاومة بتاع واي، تعال نشوف، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ال على ار تربيع، ال بكام؟ بيلاقي واحدة اهي، واحدة اهي. الار تربيع بكام؟ اتنين ار، لما نربعه يديك اربعة، يعني المقاومة بتاعه المفروض تطلع بربع. بما ان مقاومة اول حاجة المقاومة والطول بينهم علاقة طردية طبعا، مش المقاومة دي كبيرة يبقى دي هتاخد الجزء الأكبر. ازاي؟ تعالى بس بالراحة. مش هو قالك ان المقاومة بين ال وكي دي كلها على بعضها اللهم صل على النبي. هو ممكن نعوض معلش بالرموز، بدلالة الرموز. ماشي نعوض بدلالة الرموز. هو كان قايلك اتنين ال، نخليها اتنين ال معلش، يعني دي هنخليها اتنين ال. ماشي. مش دي قالك ان هي ال واحدة؟ يبقى نخليها ال واحدة على اربعة معلش زي ما هي. ماشي. حلو، ركز بقى. انا ممكن اقول ان المقاومة اكس باتنين ال. طيب المقاومة واي بال على اربعة اللي هي بربع ال. مش انت لسه قايل النسب بين المقاومات ايه؟ النسب بين الاطوال. ما انا لو جمعت ده زائد ده هيديني الكلي. فانا عايز اعرف هو ال الواحد هيبقى كام. يعني لو جمعنا مثلا، لو جربنا نجمع اتنين ال زائد ال على اربعة اللي هي ربع ال، تعال نشوف يديك كام. بسم الله. طبعا وده كله اللي هو لما اجمع الطول ده لازم يديني المقاومة الكلية عشان اعرف ال الواحدة قيمتها كام. ماشي، اتنين زائد ربع ممكن تطلع وممكن لا، تقريبا هقولك ليه طبعا. تطلع بتسعة على أربعة، تطلع اهي، تطلع بتسعة ال على أربعة. طب تعرف تجيب لي ال الواحدة تبقى بكام؟ يبقى أربعة في تمنتاشر على التسعة. يبقى ال الواحدة تبقى أربعة في تمنتاشر على التسعة. ماشي. تطلع قيمة ال الواحدة بتمانية. بس يا عم، تطلع قيمة ال الواحدة بكام؟ 8 متر. دي ال الواحدة. طب يعني ايه الجزء ده كله بكام؟ هو مش هو قالك ان المقاومة الكلية من كي و ال ب18؟ اثبت لي انها ب18. مش ده ال؟ قالك يبقى دي ب8. دي 2 ال. دي 2 ال يعني 2. هو مكانش عايز ديت، اول حاجة مكانش عايز ديت. هو كان عايز اصلا بين كي، وراح فين؟ هو كان عايز، لا ده كان عايز مقاومة اكس. عفوا، كان عايز مقاومة اكس بكام؟ مقاومة اكس، المقاومة والطول بينهم علاقة طردية. لو جبت طول اكس بكام يبقى مقاومة اكس معاك. ماشي، ما هو طول اكس انا مديلك باتنين ال، خلاص يبقى اتنين في ال الطول اللي جبناه بكام؟ ب8. تطلع بكام؟ تطلع ب16 اوم. يبقى مقاومة اكس ب16. يبقى الإجابة الصح هتكون إجابة رقم اللهم صل على النبي، إجابة رقم د. بس يا عم، يبقى الإجابة الصح رقم د. السؤال اللي عليه الدور، صلى على النبي. محطة توليد الكهرباء، خلي بالك بقى عشان هو ايه هيلمس المحول شويتين. محطة توليد الكهرباء تبعد عن مصنع الرقم ده. يبقى دي المسافة بين المحطة والمصنع. وتنقل الطاقة. نرسم ده لو انك رفيقي والله العظيم. بس اهو تعالى بقى نكبر كده عشان نرسم بقى. قالك محطة توليد الكهرباء اهي يا عم، محطة ابو يوسف لإنتاج الكهرباء، دي المحطة. أي محطة في الحياة عشان تتوصل بمصنع بيكون عندك سلكين. سلك عشان التيار يخرج منه يروح للمحطة، وسلك عشان التيار يرجع من المصنع للمحطة. عشان يقولك انت استهلكت قد ايه. قالك المسافة بين المصنع والمحطة دي 4 كيلومتر. وتنقل الطاقة الكهربية عن طريق أسلاك من نحاس. تمام. ويفضل تكون نحاس غليظ طبعا عشان المقاومة النوعية تبقى قليلة، فالمقاومة تبقى قليلة فالتيار المر ده يبقى كبير. ماشي. مقاومتها النوعية بالرقم ده، بيمر فيها تيار بالرقم ده، فإذا كانت القدرة مستهلكة بالأرقام دي فتكون بالراحة. مش انت عارف ان البي دبليو بتساوي اي تربيع في المقاومة الكلية بتاع الأسلاك؟ تعرف تجيب لي دي عشان تجيب لي مساحة؟ يبقى المقاومة الكلية بتاع الأسلاك هتساوي البي دبليو على الاي تربيع. هو البي دبليو بكام؟ قالك ان القدرة المستهلكة ب16. التيار بكام؟ نص تربيع، يعني كام؟ ربع. تطلع المقاومة الكلية والله 64 في 4 يديك كام؟ عفوا، الأربعة في 16 يديك كام؟
يديك 64، يديك 64 اوم. يعني كده المقاومة الكلية بتاع الأسلاك طلع ب64 اوم. بس أنا عايز أجيب المساحة يا عم، سهلة بقى. ما هي المقاومة الكلية بتاع الأسلاك بتساوي رو إي في ال على الإيه. بس هو في الحقيقة مش هيبقى ال، هيبقى 2 ال. ليه؟ لأن احنا اتفقنا عندك سلك بيودي التيار وسلك بيرجع التيار، فلو اللي فوق 4 اللي تحت 4 يبقى الطول هينضرب في 2. معلش ماشي. يبقى يلا أنا عايز أجيب المساحة دي، طلع المساحة فوق وهات المقاومة مكانها. يبقى المساحة هتساوي رو إي بكام؟ رو إي هو مديها لك أهو 1.6 في 10 أس سالب 8. 1.6 في 10 أس سالب 8 في 2 ال. هو الطول بكام؟ أهو المسافة من هنا لهنا دي كلها الطول بكام؟ الطول 4، بس خلي بالك كيلو يضرب في 10 أس 3 على المقاومة الكلية اللي جبناها اللي هي بكام؟ ب64. تعال نشوف هيديك كام. بسم الله. 1.6 في 10 أس سالب 8 في 2 في 4 في 10 أس 3 على 64. يطلع بكام؟ 2 في 10 أس سالب 6. بس يعني يطلع ب2 في 10 أس سالب 6 متر مربع. يبقى الإجابة الصح هتكون الإجابة رقم ب. ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نكبر تاني بقى عشان نحل السؤال ده، عشان ايه الأرقام بس تبقى باينة قدامك. يلا يا عم. بيقولك يا سيدي، بيقولك انت عندك موصلين معدنيين، واحد من نحاس والتاني من نيكل. ماشي. رسمت العلاقة بين التوصيلية الكهربية لمادة كل منهما ومساحة المقطع. أي العلاقات البينية الآتية يكون صحيح للعلاقة بين المقاومة العلاقة بين المقاومة كل منهما بتغيير الطول عند ثبوت المساحة. أي واحدة من دول ترسم صح. طب ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو مديك مين؟ ده مديني السيجما التوصيلية الكهربية. السيجما بتاع النحاس السي يو بكام؟ ده بستة في 10 أس سالب 7. 6 بس خلي بالك اوعى تنسى مضروبة في 10 أس سالب 7. سيمون أو أوم ثانية، أوم سالب 1 متر سالب 1. طيب بتاع النيكل أي السيجما بتاع النيكل 1.5، بس اوعى تنسى مضروبة في 10 أس موجب 7 مش سالب عفوا. 1.5 مضروبة في 10 أس موجب 7. واحد قياس تمام. بيقول لك ايه؟ اي علاقة من دول هتبقى العلاقة بين المقاومة والطول صحيحة. يا عم بالراحة بالراحة بس. قال لك عند ثبوت المساحة. طب كويس انه قال لي كده والله. مش انت عارف ان المقاومة بتساوي رو اي في ال على ايه؟ نزل ال وننزل الايه. ممكن نشيل الرو اي نحطها بدلالة السيجما، يبقى 1 على السيجما. يبقى الار بدلالة السيجما هتساوي ال على السيجما في ايه. تمام. هو قال لك ايه؟ قال لك احنا كده كده يا بيه هنعمل ايه في المساحة ديت؟ هنثبت المساحة. تمام. يبقى المفروض يا مستر، المفروض ركز بقى بالله عليك. تعالى مثلا نفترض معايا هنثبت الطول ده، مثلا هنثبته عند اي رقم معين. لو ثبتنا الطول يبقى المقاومة والسيجما بينهم علاقة عكسية. يعني ايه؟ الاكبر سيجما المفروض هيكون اقل مقاومة. تعال نشوف. هنثبت الطول عند مكان معين اهو. هنثبت الطول هنا. لو ثبتنا الطول يبقى المفروض الاكبر سيجما، مين الاكبر سيجما في دول؟ اللي هو ال6 يكون اقل مقاومة. تعال نشوف اللي هو النحاس يعني. لو جينا هنا طلعنا فوق، هنا ثبتنا الطول صح. خش كده على الجنب كده. واضح ان المقاومة بتاع النحاس فوق المقاومة بتاع النيكل. ايه ده؟ مش انت بتقول السيجما والمقاومة بينهم علاقة عكسية؟ طالما الاكبر سيجما يكون اقل مقاومة. مين الاكبر سيجما؟ النحاس. يبقى المفروض مقاومته يكون اقل واحدة. انت ليه هنا عامل النحاس فوق؟ يعني مقاومته كبيرة، يبقى دي غلط. بس خلي بالك هقول لك ايه اللي هيحصل دلوقتي. عشان الفيزياء مش سالكة يا اسطى والله العظيم. تعالى تاني بالراحة اهي. المقاومة والنحاس بينهم علاقة عكسية. ماشي يا عم، انا عارف حاجة زي كده. المقاومة عفوا والسيجما بينهم علاقة عكسية تمام. بس أول حاجة مش هو مديلكش عشان تجيب منها الميل. يعني هو مش عايزك تجيب عكسي وطردي، هو عايزك تجيب الميل. مش الاسلوب مش مديك الار والال. الاسلوب هتساوي الار على ال. هيساوي لما تجيب ال دوت مقسوم تحت هنا بالظبط. لما تجيب ال ده مقسوم تحت الار هيبقى لك ان الميل بيساوي 1 على السيجما. يبقى الميل بيساوي 1 على السيجما. تعال نشوف مين اللي هيطلع الارقام ديت. تعال نجرب هنا. تعال نجيب الميل. بسم الله اللهم صل على النبي. تعال نجيب الميل اللي هو بيساوي 1 على السيجما. اول حاجه هو انا لو اول حاجه الاسلوب والسيجما بينهم علاقه عكسيه دلوقتي اهو. خلي بالك الاسلوب والسيجما بينهم علاقه عكسيه. انا لو قلت سيجما بتاع السيو على السيجما بتاع النيكل، انت قلت الميل والسيجما علاقه عكسيه، يبقى تقول الاسلوب بتاع النيكل على الاسلوب بتاع النحاس. يلا نجرب. هو ميل النيكل بكام؟ فين النيكل اهو. ميله بكام؟ الزاويه ديت لو مش باين قدامك فيها 20، فنعمل تاني 20 على الميل بتاع النحاس. ميل النحاس بكام؟ عندك 20 و22، يبقى تان 42. عشان عندك 20 و22 ده كله هيساوي الرو او السيجما بتاع السي يو الى السيجما بتاع النيكل.
طب ممكن اصلا تقسمهم لي اصلا دلوقتي، اصلا تقول لي هيديك نسبة كام يعني في الاصل قبل ما نعمل المعادلة ديت. لو قسمت 6 في 10 أس 7 اللي هو بتاع النحاس على بتاع النيكل اللي هي 1.5 في 10 أس 7، المفروض يديني 4، صح؟ لو ما قسمناهم على بعض يديني 4. تعال نشوف لو خارج النسبة ديت اداني 4 يبقى كلامنا صح. ماشي، يبقى تان 20 نقفل القوس عشان مديني سماش ايرور على تان 42 هيديك كام؟ بص تاني معلش، تان 20 على تان 42. ماشي بقى، تعالى نجيب واحد بدلالة التاني. ماشي، التان طلع بالرقم ده، النسبة طلعت بالرقم ده لما قسمنا النحاس على النيكل، عشان اصلا بينهم علاقة عكسية. لما قسمنا النحاس على النيكل طلع بالرقم ده. بالله عليك تركز بقى، يعني التان بينهم طلع بالرقم ده. تمام، انا عايز اجيب مثلا السيجما بتاع النيكل، اشوف هيطلع بالرقم ده ولا لا. اعوض بالسيجما بتاع النحاس. بكام سيجما النحاس؟ 6 في 10 أس 7. لو سيجما النيكل طلع بالرقم ده يبقى كلامنا صح. تمام، يبقى هو هنقول 6 في 10 أس 7 على السيجما بتاع النيكل هتساوي الرقم اللي طلع ده، اللي هو ايه الرقم ده؟ 0.404 على 1 مثلا. يلا انا عايز اجيب سيجما بتاع النيكل، لو طلع بالرقم اللي موجود هنا يبقى كلامنا صح. يبقى سيجما بتاع النيكل هجيب الرقم ده مكانها، يبقى يساوي 6 في 10 أس 7 على الرقم ده مكانها. تطلع بكام سيجما بتاع النيكل؟ اهو بص، لو عملت اي ان جي كمان مرة معلش، ده انت رايح فين بقى؟ اهو بص، ركز بقى. دي 1.48. اول حاجة التمانية، خلينا متفقين بس التمانية تدي الأربعة، تخليها كام؟ تخليها 5، يبقى كده 1.5. طب العلامة ديت ممكن نحركها نخليها بين ال1.5. عد معايا بقى نحركها كام مرة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. تاني اهو معلش، أو ممكن نعمل ان جي. حلو، يبقى كده اصبحت كام؟ 148 في 10 أس 6. لو حركناها كمان مرة هتبقى بالفعل 1.5 في 10 أس 7. كده مظبوط. يبقى تاني احنا عملنا ايه؟ والله يا مستر جبنا، والله قالك ان السيجما والميل بينهم علاقة عكسية. تاني قلت سيجما بتاع النحاس على سيجما بتاع النيكل، النحاس على النيكل يبقى مقاومة النيكل على مقاومة النحاس عشان بينهم علاقة عكسية. مقاومة النيكل، عفوا سيل اسلوب النيكل بكام؟ 20 على اسلوب النحاس اللي هو كام؟ 20 و22 اللي هو كام؟ ده كله 42. فانا عملت اهو، قسمت تاني 20 على تاني 42، طلع بالرقم ده، طلع بالرقم من التحفة ده. تمام، يعني خارج الاسم بينهم طلع بالرقم ده بالظبط، طلع بالرقم ده. فانا هعوض، هنشوف اي واحد يطلع لي الناتج، يطلع لي الرقم اللي موجود عندي ولا لا. لو طلعت يبقى صح، ما طلعتش يبقى غلط. فانا عوضت قلت خارج الاسم دول بيساوي رو بتاع النحاس على رو بتاع النيكل. يا عم حتى عشان اثبت لك ان كلامنا صح، الرقم ده هنساويه بالرو بتاع النيكل. احنا عايزين نشوف رو بتاع النحاس هل هتطلع بالرقم اللي موجود فوق ولا لا. ادي رو بتاع النحاس على رو بتاع النيكل بكام؟ اللي هي 1.5 في 10 أس-7. يلا اضرب طرفين في وسطين. لو الرقم ده انضرب في ده اداني الرو بتاع النحاس يبقى كلامنا صح. يبقى الرقم دهوت هينضرب في الرو بتاع النحاس اللي هي 1.5 في 10 أس-7، عفوا 10 أس 7. هيديك كام؟ او اداك 6. لو جيت تحرك العلامة اهوت 1 2 3 4 5 6 6. هو اول حاجة احنا ممكن نعمل ان جي، يبقى 6 في 10 أس 6. 6 المفروض تكون في 10 أس 6، او ممكن نقول 60 في 10 أس 6، دي صح. فهنا بقى مش عارف، احنا ممكن نكون نسينا صفر حاجة زي كده مثلا، او ممكن نكون نسينا تحويلة. بس الفكرة بس ايه، ان في صفر نسينا بس مش اكتر ولا اقل. فالاجابة الصح هتكون اجابة رقم الف. بس صديقي العزيز، يلا يا عم خش على السؤال اللي بعده. صلى على النبي. انا اثبتها لك بالاولانية والتانية كمان. يلا يا بيه، صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا عم، السؤال اللي على الدور. سلك على هيئة دايرة، يعني السلك شكلته بقى دايرة. يعني انت وصلت لنفس السلك. يعني اول حاجة لو عايز تجيب ال بقى طول السلك، بما انك لفيته على هيئة ملف دائري، تروح تجيبه من 2 باي ار ان. ماشي، سلك على هيئة دايرة نص قطرها يبقى ده الار نص قطر. بيقول لك مقاومة ال1 سنتي، يعني خلي بالك ال1 سنتي مقاومته بالرقم ده ب1 على الباي. فتعالى نجيب الطول كله عشان نعرف مقاومته كلها بكام. ماشي، يبقى الطول يساوي 2 باي ار ان، 2 باي الار نص قطر 8. الان عندك ايه؟ دايرة واحدة او لفة، يبقى 1. هيديك كام يا رب؟ هيديك ده كله 16 باي. يبقى لما الطول كان 1 سنتي اداني مقاومة ب1 على باي. طب لما الطول الكلي يبقى 16 على باي، عفوا لما الطول يبقى 16 على باي هيديك مقاومة كلية بكام؟ يبقى المقاومة الكلية هتساوي
اضربهم في بعض بقى، المقاومة الكلية تساوي 16 على باي في 1 على باي على 1 سنتي، يبقى 16 باي في 1 على باي مضروبة في 1 سنتي، مش مهم ملهاش لازمة أصلا. فالباي تروح مع الباي يديك إن المقاومة الكلية تطلع بكام؟ تطلع ب16 أوم. كمل. عايز أجيب التيار المار بالدايرة، دي المقاومة الكلية خلي بالك، بس أنت مقسمها يا بيه، أنت مقسمها لربع جوه اهوت مع ال3 أرباع اللي برا دول توازي. اول حاجه يعني عايز اعرف الربع ده بكام، خلاص اضرب ربع في 16. لما تضرب ربع في 16 هيديك ان الجزء اللي جوه ده هو واخد كام؟ واخد 4 اوم. طب دي 16، الجزء اللي جوه واخد 4، يبقى الجزء اللي بره هياخد كام؟ هياخد الباقي بس، لا اكتر ولا اقل. تاني اهو الجزء اللي جوه ده ربع، عندك بره 3 ارباع، ماشي. لو ضربت ربع في 16 اهي، ربع في 16 تلاقي اللي جوه الجزء اللي جوه واخد 4. طب لو ضربت اللي بره 3 ارباع في 16 هتلاقي اللي بره واخد 12 بس يا عم، او دي كمان كده واخد 12. بس دول مع بعض توازي صح؟ عشان بدايتهم هنا ونهايتهم هنا، دول مع بعض توازي. فلو عايز تجيب المقاومة الكلية تساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يبقى 12 في 4 على 12 زائد 4 يطلع ب3. يبقى المقاومة الكلية ب3 اوم. يعني عايز اجيب التيار الكلي او شدة التيار، يعني عايز تجيب التيار الكلي في باتري على ار توتال، هي الفي باتري بكام؟ كل حاجة موجودة قدامك هي بيه، الفي باتري ب10. المقاومة الكلية اللي احنا حسبناها بكام؟ 3 تقريبا، هيديك 3.33 من 100 أمبير. الإجابة رقم ج أهي، 10 على 3 يديك 3.33 من 100 أمبير، يبقى الإجابة رقم ج. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور سؤال رقم 14 بيقول لك إيه؟ في الدايرة الموضحة بالشكل ده فولتمتر واحد، ده فولتمتر اتنين عشان انت مش شايف. أول حاجة كويس، وهنا عندك إيه؟ عندك سلكين متوصلين توازي، يعني أول حاجة المقاومة المكافئة هتقل، طالما المقاومة المكافئة هتقل يبقى التيار الكلي هيزيد. مش ده فولتمتر؟ أي فولتمتر في الحياة ليه مكانين، لو جيت تنقل كده الفولتمتر اهو، اهو ده الفولتميتر اللي هو كان رقم كام؟ اللي هو كان رقم 2. ممكن نقول ان الفولتميتر رقم 2 ده بقى على بطارية، يعني القانون بتاعه في بي ناقص اي توتال في ار سمول. الفي والتيار بينهم علاقة عكسية، إيه اللي حصل للتيار؟ التيار الكلي زاد، اذا قراءة الفولتميتر 2 هتقل، يبقى قراءة الفولتميتر 2 هتقل. طب تعال نشوف قراءة الفولتميتر واحد، لا ده واقف على مقاومة واحدة بس. والله لو عندك مقاومتين توازي المقاومة كانت بتقل، طب دي مقاومة واحدة، يعني انت شلت مقاومة من على التوازي، يبقى كده المقاومة المكافئة زادت، يبقى التيار الكلي اللي مر بالدايرة هيقل. طب مش ده المكان الاولاني بتاع الفولتميتر؟ طب ما تنقله، ده الفولتميتر الاولاني. احكي لي، مش هو واقف على بطاريه غير مهمله المقاومه الداخليه، يعني في بي ناقص اي توتال في ار سمول. الفي والتيار بينهم علاقه عكسيه عشان خاطر الاشاره السالب، التيار الكلي قل، اذا قراءه الفولتميتر تزداد، يبقى فولتميتر 2 هيكون قليله، فولتميتر 1 هيكون زياده. ماشي، تعال نشوف انهي اجابه من دول الصح. تعال نقرا كده بالراحه. قراءة الفولتميتر 2 اكبر من قراءة الفولتميتر 1، لا ده فولتميتر 2 اقل، ده 1 هي الاكبر، يبقى دي غلط. قراءة الفولتميتر 2 اقل من قراءة الفولتميتر 1، دي صح. الفولتميتر 2 اقل من الفولتميتر 1، دي صح. يلا يا عم اللي بعده. موصلان من نفس المادة يبقى كده رؤية ثابتة. النسب بين اطوالهم يبقى ده الطول الاولاني ده الطول التاني، والنسب بين كتلهم ده عايز يجيب كتلة. بالراحة بقى، مش انت عارف ان الار بتساوي، مش مديك اطوال يعني رو اي في ال على الاي، مش انت عارف ان الاي بتساوي، ركز بقى، الفوليوم بيساوي A في ال. طب انا عايز اجيب قانون للاي، يبقى الاي هيساوي فوليوم على ال، يبقى ال اللي تحت ده هشيله احط مكانه فوليوم على ال، مقام بسط ال في ال بال تربيع، هتساوي رو اي تنزل في ال تربيع تنزل. بتفكرك بحاجه، الكتله والحجم، الرو والكثافه اما على فوليوم. طب انا عايز اجيب قانون للفوليوم، يبقى ام على رو، يبقى الفوليوم ده هشيله واحط مكانه ام على رو مقام بسط. طالما قالك موصلين من نفس المادة يبقى حاجتين ثابتين دلوقتي، الرو ثابتة لأن الكثافة والمقاومة النوعية يعتمد على نوع المادة، فدي ثابتة ودي ثابتة. يبقى كده المقاومة والطول ومربع الطول طردي، بس المقاومة والكتلة عكسي. يعني لو هقول مقاومة الأولاني على مقاومة التاني، كأنك بتقول مربع طول الأولاني على مربع طول التاني، أو كتلة التاني على كتلة الأول، عشان بينهم علاقة عكسية. يلا نربع، مربع طول الأولاني 3 تربيع، مربع طول التاني 5 تربيع. الكتل دي بقى هنقلبها بقى، نقول الام 2 على الام 1، ام 2 3، ام 1 ب2، 3 تربيع 9 في 3 يديك 27، 2 تربيع ب5 تربيع 25 في 2 يديك 50. بس هنعملها على الأقل. يا عم خلاص اهي، مش محتاجة اهي، يبقى الإجابة الصح رقم ألف.
انا افتكرت ببساطة والكلام ده كله. عند إعادة تشكيل سلك، كلمة إعادة تشكيل سلك اللي هي سحب سلك بحيث زاد طوله بمقدار ال2. قال لك طالما قال لك بمقدار يبقى هجمع الطول القديم اللي هو كان اسمه ال1 زائد مقدار الزيادة اللي هي 20% من ال1. يعني كده أصبح بكام؟ أصبح تقريبا 2/10، 2/10، يعني أصبح ب1.2 ال1. ماشي. فإن المقاومة هتزيد بمقدار قد إيه؟ يعني هي كانت ار1 هتزيد بمقدار قد إيه؟ يعني عايز أجيب مقدار الزيادة. ماشي. مش انت عارف ان الار1 على ار2 لو قلت لك سحب سلك يبقى تساوي ال1 تربيع على ال2 تربيع؟ ايوه، لان اصلا قوانين سحب سلك ار1 على ار2 بتساوي ال1 تربيع على ال2 تربيع، او بتساوي a2 تربيع على a1 تربيع، او بتساوي ار2 اس 4 على ار1 اس 4. واللي يدولك اشتغل بيه. يوم ما اجيب لك سيرة سحب سلك تعالى هنا بقى. ار1 على ار2 هتساوي ال1 تربيع الطول الاولاني تربيع بكام؟ معرفوش. على ال2 تربيع ده ال2 ب1.2 ال1. يبقى لما نربعه 1.2 تربيع هيديك كام؟ هيديك 1.44. بس خلي بالك التربيع نزل ده على كله، يبقى 1.44. وال1 هتتربع هي كمان تبقى ال1 تربيع، فدي هتروح مع دي. يبقى لو عايز تجيب ار2 طرفين في وسطين يبقى ار2 هتساوي 1.44 في ار1. بس هو مش عايز دي، مش عايز، مش بيقولك اصبحت كام، بيقولك انا عايز اعرف زادت بمقدار كام. هي كانت ار1 اصبحت 1.44 ار1، يبقى زادت بمقدار 44. طب هو عايز نسبة مئوية اضربها في 100 هيديك كام؟ هيديك 44. يبقى الإجابة الصح إجابة رقم ج. أتمنى تكون فاهم يا صديقي اللي أنا بحلها. صلوا على النبي. 5 أسلاك متماثلة يعني كلهم زي بعض، قيمة كل منها ب2 أوم، تتصل بين النقطتين B و A. فإذا وصل سلكين من نفس النوع أهو، سلكين من نفس النوع مقاومة كل منهم C، مقاومة كل منهم 2 أوم، يعني السلك ده أو السلك ده مقاومة كل منهم ب2 أوم أيضا بالخط المتقطع اللي هي بالظبط دول. فإن النسبة بين المقاومة الكلية بين A و B قبل وبعد. ماشي. تعال نجيب قبل توصيل السلكين. قبل ما أوصل السلكين والله كلهم متوصلين على التوالي. 2. عندك كام سلك؟ 1 2 3 4 5. عندك 5 أسلاك متوصلين على التوالي، يبقى واحدة منهم على عددهم، يبقى الار توتال قبل هتساوي واحدة منهم اللي هو كام؟ 2 في عددهم يديك 10 أوم. طب بعد يعني أنا أقوم موصل اللي هو مقاومة ب2 أوم، وأقوم موصل اللي هو بمقاومة ب2 أوم. بص هتلاقي التوالي باظ، لا بقى عندك لا توالي ولا بقى عندك توازي، الدنيا كلها باظت. في الحالة ديت لو ما لقيتش في المسألة توالي وتوازي بنلجأ لحالات حذف المقاومات. يبقى في مقاومة في هذه المسألة هتتحذف. انهي اللي هتتحذف؟ بص احنا بندور على المقاومة اللي لو اتحذفت، المقاومة اللي لو اتحذفت ركز بقى بالله عليك بيخلي التوالي والتوازي يظهر. بندور على المقاومة اللي لو اتحذفت بتخلي التوالي والتوازي يظهر. ايه رأيك يا مستر نحذف المقاومة 2 اللي في النص ديت؟ بس ليها شروط. عشان تحذف المقاومة 2 ديت لازم نخرج اسم دي على دي بتساوي خارج اسم دي على دي، ودي فعلا اتطبقت. 2/2 بتساوي 2/2، فالمقاومة اللي في النص دي تتحذف. صح، يبقى دي اللي هتتحذف بالظبط. كده بقى عندك ايه؟ بص اول حاجة بقى عندك 2 من بره، تمام. عندك اول حاجة 2 و2 مع بعض بقوا توالي ب4، و2 مع بعض توالي بقوا 4، 4 و4 توازي بكام؟ ب2. يبقى عندك بره 2 والكل عادي كلها طلعت ب2، وعندك بره كمان 2 تطلع المقاومة بعد بكام؟ ب6. وعايز يقسم المقاومة قبل اللي هي 10 على المقاومة بعد اللي هي 6، على الاتنين فيها ال5 على الاتنين فيها ال3، يبقى 5/3. دي الإجابة الصح، إجابة رقم ج. بس يا سيدي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور، بسم الله. تعالى يا عم. بص معلش السؤال ده فيه غلطة. إيه هو قالك لما قفلت كي فقط كانت اي1 عند غلق ال وكي معا، معلش خليها وكي كمان معا. دي غلطة، في غلطة. ماشي حلو. يلا عايز اي1 على اي2. مش انا موصل مع فرق الجهد، يبقى لو عايز اي1 على اي2 نفس فرق الجهد يبقى المقطعين المقاومة بينهم علاقة عكسية، يبقى المقاومة التانية على المقاومة الأولانية. المقاومة التانية يا بي اللي هي لما قفلنا كي وال على المقاومة الأولانية لما كنا قافلين كي بس. تعال نجيب المقاومة لما كنا قافلين كي بس. ما انا لما اكون قافل كي التيار مش هيجي يعدي تحت. واول حاجه مش انت عارف ان المقاومه والطول بينهم علاقه طرديه؟ هنا عندك 1 و1 و1 و1. يبقى طالما الطول عندك ب4 متر يبقى المقاومه عندك ب4 اوم. يبقى المقاومه لما نقفل كي بس التيار مش هيعدي تحت، كله هيمشي في كي، يعني هيبقى عندك 4 اوم بالظبط. طب لما نقفل ال وكي يعني الطيار هيتجزأ شويه يخش هنا وشويه يخش هنا، بس انت واخد بالك ان السلك اللي فوق توازي مع السلك اللي تحت؟ يعني دول هيبقوا توازي. عندك فوق 1 1 1 1 يعني 4 فوق 4 اوم فوق، وعندك 1 1 يعني 2 اوم تحت.
يبقى المقاومة التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. 4 في 2 اللي هي ب8 على 4 زائد 2 اللي هي 6. والله على الاتنين فيها ال4 على الاتنين فيها ال3 يعني 4 على 3 أوم. يلا بقى، أنا عايز أي 1 على أي 2 يبقى تساوي المقاومة الكلية لما نقفل كيو ال بكام؟ المقاومة الكلية لما نقفل كيو ال أهي ب4 على 3 على المقاومة الكلية لما نقفل كي. المقاومة الكلية لما نقفل كي كانت ب4 بس، فال4 تروح مع ال4 يبقى لك كام؟ يبقى لي تلت. يبقى الإجابة الصح هتكون الإجابة رقم ب. ماشي. طب ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. السؤال رقم 19 بيقول لك انا عايز اجيب المقاومه المكافئه بين النقطتين اي بي. يوم ما يقول لك انا عايز اجيب المقاومه بين اي بي، تعال عند اي بي علق بطاريه. اول حاجه انا شايف ان ال 12 والستة الاتنين دول توازي بكام؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. 12 في 6 عشان اليوم نفس البداية والنهاية. 12 في 6 على 12 زائد 6 يطلعوا بكام؟ ب4. ماشي، يبقى هنمسح المقاومة ديت، نمسح واحدة منهم ونعدي الرقم التانية نخلي دي بكام؟ ب4. ما انت عندك يا ابني الاتنين اوم ديت وعندك الاتنين اوم ديت كام؟ توالي بكام برضو؟ ب4. يعني عندك تحت، كأن عندك تحت المقاومة بدايتها اهوت ونهايتها اهو. ولو جيت بصيت فوق على الأربعة اللي فوق بدايتها هنا ونهايتها هنا، يعني دول أصبحوا توازي. يبقى المقاومة المكافئة تطلع بكام؟ واحدة منهم على عددهم 4 على 2 تطلع المقاومة المكافئة ب2 أوم. الإجابة رقم د. ماشي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عندك 4 أميترات. قول لي تيار الدايرة ب12 أمبير. قول لي قراءة الأميتر جي يقرا كام؟ بص بس بالراحة، عايزين نعرف نجزأ المقاومات ازاي. أنا أقول لك يا عم صلى على النبي. وكان عندك داخل نواه كام؟ 12 أمبير. ركز بقى. هنا الفرع اللي تحت ب6 تمام، الفرع اللي فوق بكام بقى؟ عندك 4 بس دول توازي. 6 في 3 على 6 زائد 3 دي كام؟ 2. 4 و2 ب6 يعني عندك كمان الفرع اللي فوق ب6. تيار داخل يتجزأ على مقاومتين متماثلتين يبقى يتجزأ بالتساوي. هو كان ب12 يبقى فوق هيعدي 6 أمبير وتحت هيعدي 6 أمبير. يبقى احنا أول حاجة متفقين إن تحت عدى 6 أمبير وفوق برضه هيعدي 6 أمبير. بس أنا عايز أجيب التيار اللي هيمر في فرع جي. خلاص نشتغل بقانون تيار الفرع. تيار الفرع جي هيساوي التيار اللي داخل يتجزأ اللي هو كام؟ 6 في مقاومة توازي الاتنين دول. بكام مقاومة توازي الاتنين دول؟ ب2 على، انت عايز تيار فرع جي يبقى على مقاومة فرع جي على 3. هيديك كام؟ 2 في 6 ب12 على 3 هيديك 4 أمبير. يبقى هنا يمر كام؟ 4 أمبير. يبقى فوق يمر كام؟ 2 أمبير. واللي يثبتك ان كلامك صح فرق الجهد على التوازي ثابت. حاصل 4 في 3 ب12 بتساوي 2 في 6 اللي هي ب12 برضه. صلوا على النبي. في الدائرة الموضحة بالشكل، عايز اجيب تيار المقاومة 20 بيساوي 1 أمبير. يعني قالك ان المقاومة ديت بيمر فيها 1 أمبير. فيكون قراءة الأميتر أول حاجة التيار يخرج من القطب بموجب صح، هيجي هنا يتجزأ شوية يخش هنا وشوية يخش هنا، شوية يخش هنا وشوية يخش هنا. فشوية أول حاجة التيار ده جاي شوية يروحوا فوق وشوية يمشوا كده. والأميتر ده بيقرا أنهي تيار؟ بص التيار بتاع 4 لما يجي هيقف هنا، والتيار بتاع 5 لما يجي هيقف هنا. الاتنين هيتجمعوا مع بعض يروحوا على الأميتر. يعني أنت عايز تقول الأميتر بيقرا تيار 4 و5 اه. طب تيجي نرسم أول حاجة كلهم مع بعض توازي. عرفت منين؟ اشتغل بالنقط. واحد واحد، ولو عديت على مقاومة رقم يتغير يبقى هنا 2 سلك فاضي يبقى هنا 2 برضو. المقاومات كلها بين 1 و2 يعني كلهم توازي. تاني صلى على النبي. واحد واحد، عديت على مقاومة الرقم بتاعك اتغير 2، لو نزلت هنا بتبقى 2 برضو يعني كلهم توازي تمام. بس احنا ممكن نسميها ايه مثلا؟ ممكن نخلي دول بس اللي توازي مع بعض ممكن ناخدها بالطريقة القريب. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا عم صلى على النبي. انت كنت هنا 1 صح؟ قلت لما مشيت كده بقيت 1 برضو صح؟ طب لو عديت على مقاومة رقم يتغير يبقى 2 يبقى 2 ماشي. تعرف تجيب لي المقاومة الكلية بكام بتاع هذه الدايرة؟ المقاومة الكلية بتاع هذه الدايرة. هو مش قالك ان كلهم توازي؟ يعني فرق الجهد عليهم ثابت يعني بقول لك ايه، تيجي نوصل مثلا. انا هجيبها لك من اي ناحية طيب عشان تفهمها مني بس. تعال هقول لك. مش ال5 وال4 دول توازي؟ تعال نوصلهم كده توازي. وجنبها الاميتر اللي انا عايز اعرفه. متوصل توازي مع المقاومة 20 ما هم كلهم توازي اهو. موصلها توازي مع المقاومة 20. بص يا عم صل على النبي. هنقول ايه بقى؟ المقاومة اللي فوق دي بكام؟ مثلا ب5. طب والمقاومة اللي تحت دي بكام؟ دي ب4 مثلا. هو قالك ان التيار اللي هيمر في 20 بكام؟ ب1. طب ما تصلي على النبي، فرق الجهد على التوازي ثابت. مش انت معاك ايه اي وار تعرف تجيب فرق الجهد؟ 1 في 20 هيديك ان فرق الجهد ب20 فولت. لو قسمت فرق الجهد على المقاومة الكلية هيديك قراءة الأميتر. يبقى قراءة الأميتر هتساوي ايه؟ فرق الجهد على المقاومة الكلية. فرق الجهد بكام؟ ب20. المقاومة الكلية بكام؟ 5 و4 توازي. بكام يعني؟ 5 في 4 على 5 زائد 4 هيديك كام؟ هيديك 20 على 9 ادي 20 على 9 مقام بسط. فال20 تروح مع ال20.
يبقى لك ان التيار بكام؟ ب9 امبير بس يا عم. يبقى التيار اللي هيقرا الاميتر ده هو بكام؟ 9 امبير. قسمت فرق الجهد الكلي على المقاومه الكليه ديت، طلع ان التيار بتاع الاميتر ده هو بكام؟ ب9 امبير، لان هو بيقرا التيارين اللي خارجين من 4 و5. اهي 20 على المقاومه الكليه اللي هي 20 على 9 مقام باص، طلع الاميتر بيقرا 9 امبير، اللي هي الاجابه صح، اجابه رقم د. طيب معلش تعال نكمل، صلوا على النبي. اول تعال نجيب المقاومه المكافئ بتاع الشكل ده. اول حاجه الاتنين دول توازي بكام؟ ب6. ماشي، 6 و6 توالي بكام؟ ب12. تمام. 12 توازي مع الستة دي كام؟ 12 مع الستة توازي. 12 في 6 على 12 زائد 6 زي ما احنا عاملينها فوق، كانت تدينا 4. ماشي، احنا قلنا دول ب6. 6 مع الستة توالي ب12. 12 مع الستة ادانا 4. 4 مع الأربعة توازي اداك 2. يبقى عندك 1 وعندك 2 وعندك 1، يبقى المقاومة الكلية بتاع هذا الشكل تطلع ب4 أوم. دي أصلا بقت تيجي بالعين بقى، مش محتاج إن أنا أحسبها بقى. أنا عايز فرق الجهد بين كي و ال. عايزين نجيب فرق الجهد بين كي و ال. هنبسط لك الدايره دلوقتي، بس هو مديك يعني في اول حاجه قال لك انا عايز اجيب فرق الجهد بين كي و ال دي هنا، يعني علق فولتمتر، واقول لك انا عايز اجيب ده بكام. انا اسف طبعا يا صديقي العزيز، تعال نبسط الدايره دي معلش. بسم الله. تعال نخلي مثلا هنا مثلا نبدا اصلا تلت نقط، يعني هنا كي. هنبسط الدايره بقى ونبقى ال. بسم الله. اول حاجه في هنا 1 اوم، دي ملهاش دعوه باي حاجه خالص. يعني لو كنت هنا مثلا 1 بقيت هنا كام؟ 2 مثلا. تمام. يبقى دول نقطه 1 ودي نقطه 2. ركز بقى، لو عديت هنا على مقاومه يبقى هنا 3. ده الأربعة دي بين 2 و3، طب والستة بين 2 و3، يعني الأربعة والستة توازي. اه تمام. ادي الأربعة وادي الستة، ادي 2 وادي 3. دي ال4 اوم وادي ال6 اوم. تمام. ما تصلوا على النبي. هو انا لو نزلت تحت كده اهو، احنا كنا هنا صح؟ احنا قلنا دول توازي، خلصناهم. ركز بقى، مش الاتنين دول توازي؟ نختزلهم بقى على طول بقى، اكنهم اكن عندك اهو، اكن عندك واحدة منهم ب6 اوم بس. تمام. يبقى كان الفرق اللي تحت مش موجود بقى. حلو بقى، عندك ادي في 6 اهي وجنبها 6، يعني 12. يعني الأربعة والستة وال12 يبقوا توازي مع بعض بالظبط. اهي وال12 توازي معاهم. وفي الآخر بقى 1 اوم اللي هو بره ده. وعايز يجيب فرق الجهد بين كي و ال، يعني عايز يجيب فرق الجهد ده كله. لو جبت التيار كله ضربته في المقاومة كده كل حاجة اتحلت. بس هو مديك تيار فرع 1، مديك تيار فرع 6، يا عم كده خلاص اتحلت أصلا. يا عم بص، لو الستة بيمر فيها 2 امبير مش كلهم على التوازي، يعني فرق الجهد ثابت. يبقى ال12 المقاومة كانت 6 بقت 12 زادت للضعف، يبقى الطريق للنص، يبقى هنا يمر كام؟ 1 امبير. طب هنا صلى على النبي، المقاومة لما كانت 12 كان بيمر فيها 1 امبير، المقاومة اصبحت 4، يعني المقاومة قلت 3 امثال، يبقى التيار عفوا المقاومة قلت للتلت، يبقى التيار يزيد 3 امثال، يبقى كام؟ 3 امبير. 3 و2 و1، يبقى التيار الكلي اللي كان طالع اصلا من هنا كان كام؟ كان 6 امبير. انا عايز اجيب فرق الجهد الكلي بقى، يبقى فرق الجهد الكلي هتساوي التيار في المقاومة. التيار بكام؟ 6 هي المقاومة بكام؟ المقاومة الكلية بكام؟ احنا كنا جايبينها ب4. لو جينا ضربنا 6 في 4 يديك ان فرق الجهد الكلي بكام؟ ب24 فولت. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ج. ماشي. صلى على النبي. انا حلتها لك بكذا طريقة، اللي يعجبك يا صديقي العزيز امشي بيه. ماشي. كمل. في الدائرة الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح كي A مع نقطة 1. المفتاح A دهوت قفلته مع نقطة 1. هنجيب الرصاص عشان نتعامل. عند غلق المفتاح A دهوت مع نقطة 1 تكون المقاومة المكافئة 3 اوم. هنستفيد من المعلومة. تعالى بقى. اول حاجه، يعني المفتاح كانه مش موجود. كانه مش موجود لانك اصلا هو مفتوح. بص التيار هيجي يعدي من هنا ويرجع من المفتاح ده، لكن ده مفتوح اصلا، لكن مش موجود. تمام. لو ده مش موجود بقى عندك المقاومه ار وار دول بقى مع بعض توالي بكام؟ ب2 ار. 2 ار و2 ار مع بعض توازي بكام؟ واحده منهم على عددهم، يعني 2 ار على الاتنين يديك ان المقاومه المكافئه اللي هو قالك عليها اللي هي 3 اوم. يعني الاتنين لما تروح مع الاتنين يعني المقاومه تطلع بكام؟ يعني الار الواحده تطلع ب3. ماشي. دي اول معطى الراجل قالهولي. تعالى بقى نكمل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك وعند غلق المفتاح مع نقطه 2. انا جبت المفتاح دوت قفلته مع نقطه 2 كده. احكي لي ايه اللي هيحصل. ما هو انت لما تقفل المفتاح مع نقطه 2 كده، اول حاجه المفتاح ده بقى او السلك ده بقى، ولا مبقاش ليه اي 30 لازمه. يعني انت عايز تقول ان الاتنين ار بقت مع الار توالي. وهما الاتنين دول بقوا توازي مع الار، يعني المقاومه المكافئه دلوقتي هتبقى 3 ار توازي مع الار، يبقى 3 ار في ار على 3 ار زائد ار. 3 ار في ار هيديك 3 ار تربيع على 3 ار زائد ار اللي هي 4 ار، فالتربيع هيطير مع الار، يبقى لك 3 ار على 4
بكام يا ابني؟ ما هو الار ديت اصلا احنا جايبينها ب3، يبقى 3 في 3 على 4، يبقى كام؟ 9 على 4. يبقى الإجابة الصح هتكون الإجابة رقم ج. بس يا عم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى المسألة اللي بعدها على طول بقى. بسم الله. تعال نبسط المسألة ديت يا صديقي العزيز. ازاي يعني؟ تعال نجيب مقاومة المكافأة. أول حاجة المقاومة المكافأة، ركز بقى. أول حاجة الفرع ده بكام؟ الفرع دهوت ب15 توالي، والفرع دهوت توازي معاه اللي هو 30. 30 في 15 على 30 زائد 15 هيديك كام؟ 30 في 15 على 30 زائد 15 هيديك 10 تقريبا. هيديني 10 تمام. يبقى نمسح واحد ويعدل التاني، نمسح ده ونحط هنا 10. يبقى بقى عندك 10 وعندك 6 وعندك 8 مع بعض توالي، تطلع المقاومة المكافئة كام؟ 10 و6 و8 يديك كام؟ يديك 24 اوم. يبقى المقاومة المكافئة طلعت بكام؟ طلعت ب24 اوم. حلو. وقال لك التيار اللي بيمر في 30 بواحد امبير. ماشي. تعرف تجيب مين؟ معاك اي ومعاك ار. اعرف اجيب فرق الجهد. 30 في واحد هيديك ان فرق الجهد 30 فولت. فرق الجهد على التوازي ثابت، مش الجهد ده التوازي مع مش الفرع ده التوازي مع الفرع ده. يعني فرق الجهد ثابت. انت عليك 30 انا عليا نفس ال30. اقسم في على ار هديني تيار الفرع ده. 30 على المقاومة بكام؟ 5 و10 اللي هي 15 هيديك ان تيار الفرع ده ب2. يعني الفرع ده ماشي فيه 2 والفرع ده راح فيه 1. يبقى اكيد التيار الكلي اللي كان خارج من هنا كان كام؟ 3 امبير. وعايز يجيب مين؟ الفي باتري. بس يا عم ما الفي باتري هتساوي اي توتال في ار توتال زائد ار سمول. الاي توتال بكام؟ التيار الكلي بكام؟ 3. المقاومة الكلية بكام؟ ب24 زائد المقاومة الداخلية بكام؟ بواحد. يعني 3 في 25 تقريبا هيديك كام؟ هيديك لا ثواني بس، المقاومة الداخلية ب2 مش بواحد. 3 في 26 هيديك 78 تقريبا. تعال نشوف يطلع صح ولا لأ. 3 في 28، لأ 26 عفوا، هيديك 78 اهو. 3 24 زائد 2 اللي هي 26 هيديك 78. يبقى الإجابة الصح إجابة رقم ج. اللي فاتت حلتها لك هي بتاع كيرشوف ديت، بس واحد لك تاني اهي. عندك الفرع ده كان فيه 3 اوم، وعندك فيه هنا هو مقاومة، وعندك فيه هنا هو برضه مقاومة، وعندك ان هو فيه مقاومة برضه، وعندك ان هو فيه مقاومة. ماشي. تعال نحط المقاومات بقى. عندك 4 8 4 اوم، 8 اوم، وعندك هنا 8 اوم، 4 اوم، وعندك هنا مقاومة ار. قالك ان هو كان ماشي تيار 3 امبير، وهنا مشي تيار 1 امبير، يبقى يمشي تيار هنا 2 امبير. قالك عايز اعرف المقاومة المكافئة بكام. بالراحة احنا قلنا ايه؟ انا حليتها لك والله بس اتمسحت والله، بس تعالى هقول لك تاني. صلى على النبي. اول حاجه المسائل دي اتحل بكشف. ازاي يا مستر؟ انا ممكن اجيبها في بي على اي، مش معاك الفي بي اصلا. طب ما تصلى على النبي. هجيبها ازاي؟ طب ما ممكن في مقاومه تحذف 8 على 4 لا تساوي 4 على 8، مفيش مقاومه تتحذف. يبقى ده معناه ان المساله دي هنفرض مسارات. يلا يا عم بسم الله. يلا لف مسار هنا. نفرض ان فينا مثلا تيار ماشي اي واحد. لو هنا جاي اي واحد بالله عليك تركز بقى، وهنا جاي 1 امبير، خليك بخيل في فرض المجاهيل. يبقى هنا يطلع مين؟ يطلع اي واحد زائد واحد. بس يا عم دي حته حلوه كده لو جبتها. بس يلا لف المسار هنا، اول مسار، ولف تاني مسار هنا، تاني مسار. يلا المعادله الاولانيه اللي هو من اول مسار، سيجما الفي بي بيساوي سيجما الاي ار. سهم المسار مع سهم التيار ياخدوا بالموجب 8 اي واحد. سهم المسار عكس التيار ياخدوا بالسالب سالب ار. سهم المسار عكس التيار، بدل ما اقول سالب، ما احنا بص مش احنا هنقول سيجما الفي بي هات بتساوي سيجما الاي ارات. كده كده مفيش في بي هات يعني دي بصفر. تمام. حلو. ايه سهم المسار دهوت عكس التيار صح. يعني هقول سالب 3 في 4 اللي هو هيديني سالب 12 صح. بدل ما تقول سالب 12 بقى وديها الناحية التانية بعكس الإشارة تروح بموجب 12. طب تعالى تاني كليك طالما دي ايه دي أول معادلة. تعالى هنا نفس الكلام بقى. سيجما الفي بي هات بيساوي سيجما الاي ار. كده كده الفي بي هات بصفر. ماشي. سيجما الاي ارات سهم المسار مع سهم التيار. لا تعالى نبدأ بدي الأول. سهم المسار مع التيار هاخده بالموجب، يبقى 4 مضروب في اي واحد زائد واحد. ماشي. وبعدين ركز سهم المسار اهو. سهم المسار مع سهم التيار هاخده بالموجب، موجب اي ار. 1 في ار هيديك ار. سهم المسار عكس التيار ياخدوه بالسالب، سالب 2 في 8 يديك سالب 16. لو رحت الناحية التانية تروح بالموجب، موجب 16. ماشي. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وزع. يبقى 4 لما تنضرب في أي واحد يديك 4 أي واحد، زائد 4 لما تنضرب في واحد يديك 4، زائد ار بتساوي 16. طب ما تودي 4 بعكس إشارة، يبقى 4 أي واحد زائد ار
هتساوي 16 وجاي لها 4 تطلع ب12. ادي المعادلة التانية بجمع المعادلتين او بجمع المعادلتين، مش 8 اي واحد و4 اي واحد، يبقى بتجمع المعادلتين يديك كام؟ يديك 12 اي واحد. طبعا السالب ار هتروح مع الموجب ار، 12 و12 يديك 24. اقسم على 12 يمين واقسم على 12 شمال، طلع اول معطى انا جبته الاي واحد بكام؟ ب2 امبير. طب ممكن تجيب لي قيمه المقاومه ار بقى؟ انا عايز اجيب الار دي بقى بكام بقى؟ عوض في اي معادله. تعالى نعوض في الاولانيه، يبقى 8 اي واحد اللي هو في 2 ناقص ار هيديك 12. 8 في 2 دي ب 16. 16 ناقص كام عشان يديني 12؟ يبقى اكيد الار طلع ب 4 اوم. يبقى لو هو كان طالب قيمه الار كنت هقول له 4 اوم، بس هو للاسف مش طالب قيمه الار. ده عايز المقاومه المكافئه الار ايكويفالنت بكام. بص بقى ده القانون. يعني بص، ما تصلي على النبي. فاكر المساله ديت؟ باب اولاني، لو دي كانت ار واحد ار اتنين ار تلاتة ار اربعة ار خمسة، وخارج النسب، خارج النسب مش متساوية، يعني المقاومات مش هتتحذف. عارف كنا بنجيب مقاومة مكافأة ازاي؟ انا اقول لك. اول حاجة اتنين، اتنين الاول حاصل ضربهم بعدين حاصل جمعهم. اتنين حاصل ضربهم اللي هو ار واحد في ار اتنين، بالله عليك تركز، يبقى اتنين حاصل ضربهم اللي هو اتنين ار واحد في ار اتنين. دي اول حاجة. في ار تلاتة زائد مجموعهم اللي هي ار واحد زائد ار اتنين، على بنجمع اتنين في ار تلاتة ديت مضروبة في مجموعهم. ده لو عايز تجيب مقاومة مكافأة لرسمة معقدة زي دي بالظبط. يبقى اتنين في ار واحد جبناها بكام؟ المقاومة الأولانية جبناها بكام؟ خلاص بقى اشتغل هنا عادي، اشتغل بالصيغة ديت عادي. ممكن نسمي دي ار واحد ودي ار اتنين وهكذا، ودي ار تلاتة اللي ما كانتش عايزة تطلع. اهي ار واحد دي ار اتنين، دي ار تلاتة، لا دي ار واحد دي ار اتنين دي تلاتة دي اربعة دي خمسة وهكذا. ماشي، ار واحد في ار اتنين يبقى اربعة في تمانية، زائد ار تلاتة اللي احنا لسه مطلعينها الحمد لله ليها اربعة. احنا قلنا ديت في ديت زائد اربعة مضروب في ار واحد زائد ار اتنين، هي ار واحد زائد ار اتنين، ار واحد اهي باربعة، ار اتنين بتمانية اللي هي بكام؟ ب12. على اتنين في ار تلاتة اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي باربعة، على مجموعهم اللي هي ار واحد زائد ار اتنين. ما هو ار واحد زائد ار اتنين اربعة وتمانية يديك كام؟ 12. تعال نشوف ده كله هيديك كام. اول حاجة ممكن نقول الاتنين تروح مع الاتنين، والاربعة تروح مع الاربعة. ماشي، اتبقى لك ايه؟ اتبقى لي 8 زائد 4 في 12. وهو ممكن نقول ثواني بس كده. ماشي، تعالى نضرب دي كلها على الآلة نشوف هيديك كام. يبقى 8 زائد 4 ده كله مضروب في قوس ال 12 على ال 12 تطلع بكام يا صديقي العزيز؟ عشان بس مش بعد الصدمة دي كلها مش هنلاقي الناتج في الاختيارات. تعالى بص اكتب لك القانون اهوت واكتب لك المعادلة اهي. عشان ايه؟ انا هموت من الخضر اهو مطلعش والله. بص يا سيدي، تعالى تاني بالراحة بالله عليك تركز اهو. اتنين ار واحد بكام؟ او ار واحد بص تعالى نفرضها، انا نصغر كده اهوت عشان ايه. دي ار واحد دي ار اتنين دي ار تلاتة اللي احنا لسه جايبينها. ماشي، يبقى اتنين في ار واحد بكام؟ ار واحد، ار واحد هي باربعة، في مضروب في ار اتنين بكام؟ ار اتنين اهي بتمانية، زائد ار تلاتة بكام؟ ار تلاتة اللي احنا لسه جايبينها اهي بكام؟ باربعة، مضروب اهي ار تلاتة مضروبة في ار واحد زائد ار اتنين. هو ار واحد باربعة ار اتنين بتمانية، مجموعهم هيديك 12 على اتنين في ار تلاتة. ار تلاتة بكام؟ ار تلاتة لسه جايبينها اهي باربعة، زائد اوعى تنسى الزائد دي بالله عليك. ار واحد في ار اتنين بكام؟ ار واحد المقاومة الأولانية بكام؟ المقاومة الأولانية بأربعة، ار اتنين بكام؟ بتمانية، مجموعهم هيديك 12. لو عملت ده كله على الآلة هيديك كام؟ هيديك 5.6. بس يعني الحمد لله اهي. مهمة جدا، مسألة مهمة أوي وتقيلة، خلي بالك. المسألة دي يا صديقي العزيز أنا عملت فيها حاجات كتير أوي أوي أوي. يعني أنا أعتقد أصلا إن مفيش حد هيفهمها غيري، بس أنا مش عايز كده يعني. أنا فاهم أنا بعمل إيه، بس أنا عايزك أنت اللي تفهم أنا بعمل إيه. فاحنا هنرسمها ونعيدها لك كمان مرة، عشان انا يهمني هم الاول والاخير والله العظيم اللي انا مش عايز بعده حاجة، اني اخرجك فاهم كل حرف اتقال في الفيديو ده. فانا للاسف هقدرني وهجبرني ان أنا احلها تاني، وكله لاجل عيونك. وطبعا انا مش زعلان طبعا وانا محلها تاني، انا هكون فرحان بجد. فتعال نرسمها، سيبك من الرسم العكا ده كله، تعال نرسمها اهي. هحط بس الارقام، بس او الارقام. هنا 4 امبير، هنا 12 اوم، هنا 2 اوم، هنا 3 اوم،
هنا 6 اوم. الراجل بيقول لك انا عايز اجيب تيار الاميتر. يا عم بص بقى، سيبك من الكتاب، كان الكتاب مالش حاجه، وتعالى نتعامل معاه. عايز افهمك اول حاجه، عايزين نجيب المقاومه المكافئه. اول حاجه لو انا مثلا هقول انا هنا واحد، يبقى هنا عديت على مقاومه رقم يتغير، يبقى هنا اتنين، مشيت في السلك الفاضي يبقى هنا نفس الاتنين، عديت على مقاومه يبقى هنا تلاته. بص انا عايزك بس تبسط لي المساله على قد ما تقدر. انا واضح ان التلاته دي بين اتنين وتلاته، والستة بين اتنين وتلاته، يعني التلاته والستة توازي بالظبط. يعني ممكن نبسط شكل المسألة بالظبط. ممكن نعملها ازاي؟ مثلا 4 أمبير. أول حاجة ال 12 أمبير اللي هنا ديت هتفضل زي ما هي. هنقول 3 و6 توازي، حاصل ضربهم ولا حاصل جمعهم هيديك كام؟ 2. يعني دي عندك كمان مقاومة، كان في مقاومة 2 اهيت، وايه اللي حصل بقى؟ المقاومة 3 ديت شلناها. مش دول توازي؟ شيل واحدة وعد الرقم التانية اهو. شلت المقاومة 3 وانا عد الرقم التاني، حط المقاومة المكافئة بتاعتهم اللي هي ب2، اللي هي 3 و6 المقاومة المكافئة بتاعتهم. وعندك نوات أميتر. عشان بس ما تلاقيش ناس كتير عمالة تعك وتعمل وتسوي فيها والكلام ده كله. ماشي، ما تصلي على النبي. تعرف تجيب لي التيار بتاع الفرع اللي فوق ده بكام؟ اعرف اجيبه لك. ماشي، عندك داخل 4. ماشي، تيار الفرع اللي فوق، الفرع اللي فوق في 2 و2 توالي اللي 4. تيار الفرع 4 بيساوي التيار اللي داخل يتجزأ 4 في مقاومة توازي الأفرع. ما هو دول بالفعل، وال 12 دي توازي. يعني المفروض نقول 4 في 12 على 4 زائد 12. انت عايز تجيب انهي فرع، 12 ولا 4؟ لا انا عايز اجيب تيار الفرع 4، يبقى على 4. تعال نشوف هيديك كام. ماشي، يبقى هنقول 4 في التيار اللي داخل يتجزأ 12 في 4 على 12 زائد 4 على مقاومة الفرع 4، هيديك 3. يبقى الفرع اللي فوق ده هو كله هيمر فيه 3. تمام تمام، يعني الفرع ده هيخش فيه 3. يعني ال 12 ده هيخش فيها 1. ايوه بالظبط، انا عليك. تعالى بقى كده ارسمها لي فوق. يعني هنا هيخش 3. هنا هيخش 1 بالظبط، انا عليك. تعالى بقى، ال3 امبير دول جايين 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 هنا. عندهم سكتين، سكة يروحوا منهم عند ال6، وسكة يروحوا منهم عند 3. صح؟ سكة يروح عند 6 وسكة يروح عند 3. ماشي، وانت قلت داخل هنا كام؟ 1 امبير. ما هو الاميتر دوت بيقرا التيار اللي جايله من هنا ويقرا التيار اللي جايله من هنا، يتجمعوا مع بعض يخرجوا هنا. فلو جبت تيار المقاومة 3، يبقى اتحلت. يا عم هي سهلة. 3 امبير داخلة تتجزأ على 3 و6 اهي. لكن عندك 3 امبير داخلة تتجزأ على 3 و6 بجد والله. ادي 6 وادي 3. ده احنا حفظناها. ال3 ديت هيخش فيها 2 امبير، وفوق يخش 1 امبير. يعني انت عايز تقول ال3 ديت هيخش فيها 2 امبير، وهنا يخش 1 امبير. تعالى بقى، جاي 2 امبير جاي 1 امبير هيتجمعوا مع بعض يخرجوا كام؟ يخرجوا 3 امبير. تعالى كمل كمل كمل. جاي 3 امبير وجاي 1 امبير يخرجوا مع بعض 4 امبير، وفعلا اللي داخل قد اللي خارج، فانت كلامك صح. يبقى الاميتر ده يقرا كام؟ 3 امبير. بس يا عم، انا والله دي الطريقه التانية اللي انا حليتها بيها. على قد ما اقدر حاولت ابسطها لك، عشان عملت حاجات كتير يعني في الطريقه الاولانيه حسيت انك ما تفهمهاش، حسيت انك ممكن ما تفهمهاش، فشرحتها تاني لنفسي تاني. ادي من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ماشي، بسم الله. في الدائره 3 مصابيح متوصله على التوالي مع مصدر قوته الدفعه الكهربيه 100، ومهمل المقاومه الداخليه. شده التيار المار في هذه المصابيح بكام؟ ماشي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه يا مستر؟ هو عايز يجيب التيار. طب اقول لك ايه، مش انت عارف ان البي دبليو بتساوي اي في في باتري؟ طب انا عايز اجيب الاي. ماشي، ما هي البي دبليو توتال هتساوي اي في في باتري، اي توتال في في باتري. ماشي، عوض بقى. اجمع البي دبليو. مش دول على التوالي يا بيه؟ بص، مش البي دبليو بتساوي اي تربيع في ار؟ عشان تبقى فاهم برضه، مش دول كلهم على التوالي لان التيار ثابت. يبقى البي دبليو عاملها زي المقاومات، يبقى البي دبليو زي المقاومات. مش هم على التوالي؟ يبقى اجمع البي دبليو. 30 و40 70 و50 120 هتساوي اي توتال في الفي باتري بكام؟ الفي باتري ب100. اقسم على 100 يمين واقسم على 100 شمال. صفر مع الصفر 12 على 10 يديك 1.2 من 10 امبير. يبقى السؤال 27 اجابته تبقى ب. تعال نكمل، صلى على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. يلا يا عم، السؤال اللي على الدور. بسم الله. بيقول لك ايه؟ اهي موصلين من نفس المعدن الرؤية ثابتة، مقاومة الأول دي R1، ويمر به معدل إلكترونات بكام؟ N على T. والتاني دي بتاع الأولاني بقى، والتاني مقاومته ب2R، دي مقاومة التاني. يمر به إلكترونات، يبقى دي N بتاع التاني على T. فإن النسبة بين القدرة بتاع الأولاني إلى القدرة بتاع التاني. هنشتغل بالقانون I تربيع في R، عشان هو مديك N و T و R، يعني هنشتغل بالقانون I تربيع في R. ماشي، يلا نجيب. يعني لو عايز أجيب بي دبليو 1 على بي دبليو 2، يبقى اي تربيع الاولاني في ار بتاع 1 على اي تربيع في ار بتاع 2. ماشي، ما تصلي على النبي. الاي تربيع بايه؟ اجيبه بان في اي على التي. بالله عليك تركز. ان بتاع الاولاني في طبعا التي ثانية. ان بتاع الاولاني كام؟ 10 أس 20 في الاي رقم ثابت على التي اللي هو ثانية. بس اوعى تنسى ده اي تربيع في المقاومة اللي هي ار بتاع الاولاني.
على البي دبليو بتاع التاني اي تربيع في ار. الاي بكام؟ قالك 2 في 10 أس 20، يبقى 2 اللي هي ان في على التي، يعني اللي هي 2 في 10 أس 20 في اي على التي اللي هو بكام؟ ثانية كل تربيع. هنضرب في المقاومة اللي هي بكام؟ اللي هي باتنين ار، فاللي يحصل ان الار يروح مع الار. تعالى يا عم نشوف هيديك كام. ماشي، يبقى وطبعا الاي شحنة الالكترون اللي فوق هتروح مع الاي شحنة الالكترون اللي تحت، ارقام ثابتة. يبقى هنقول فوق عندك كام؟ فوق عندي 10 أس 20 تربيع، اهي فوق عندي افتح قوس 10 أس 20 كل تربيع، على التاني اللي تحت 2 في 10 أس 20 كل تربيع، على 2 في 10 أس 20 كل تربيع. هيديك كام؟ هيديك ربع. ماشي، يبقى تبقى بكام؟ ربع، يعني 1/4. بس يا عم يبقى السؤال 28 إجابته هتبقى. طب ثواني بس كده عشان ايه. لا دي لا عفوا، ده التلخيص اللي فوق بس، ده التلخيص اللي فوق بس، معلش عفوا. في هنا 2 تحت اهي بص، ما حطيناش الاتنين اللي تحت، الرقم اللي تحت مضروب في 2. عشان ايه؟ محدش يغفلك يا اسطى، يطلع بتمن اهي، معلش تمن، يطلع بواحد على 8. دي غلط ودي غلط ودي غلط، يبقى الإجابة الصح تكون إجابة رقم د. هو برضو ناصح، برضو عامل لك ايه، حاطط لك الاختيارات الغلط اهو، عشان انت ممكن تنسى الاتنين، فهو عامل حسابه. يلا يا عم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا عم تعال نجيب نشوف مين اللي هيكون اكبر، مين اللي هيكون اقل، والكلام ده كله. بص يا عم، انا هجيبها لك بطريقتين. هو اول حاجه، مش انت معاك ده الفي بتاع المصباح الاولاني، وده البي دبليو بتاع المصباح الاولاني؟ تعرف تجيب تيار المصباح الاولاني؟ اعرف. بي دبليو على الفي، بي دبليو اللي هي 25 على الفي تيار المصباح الاول، يبقى هيساوي بي دبليو على الفي، يبقى 25 على 220. 25 على 220 يديك كام؟ يديني الرقم ده مثلا 11 من 100 امبير. ماشي، ده بتاع الاولاني. تعال نجيب بتاع التاني. بي دبليو على الفي، البي دبليو ب100، الفي ب220. لو قسمت 100 على 220 ادي 100 على 220 هيديك كام؟ هيديك 45 من 100. ماشي، 45 من 100 امبير. احنا هنجيب تيار الدايرة نقارنه بتيار المصباح. لو تيار الدايرة بيساوي تيار المصباح، الدايرة هتشتغل، او المصباح عفوا هيشتغل. لو تيار الدايرة اكبر من تيار المصباح، المصباح هيولع عشان مش هيستحمله. لو تيار الدايرة اقل من تيار المصباح، اصلا مش هينور اصلا خالص. تعال نشوف تيار الدايرة. تيار هذه الدايرة تساوي في باتري على ار توتال. ماشي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هي الفي باتري بكام؟ ب440 على التيار، على المقاومة الكلية. المقاومة الكلية بكام؟ مش انت معاك البي دبليو والفي، تعرف تجيب المقاومة. مش انت عارف ان البي دبليو بتساوي في تربيع على ار؟ هات المقاومة، يبقى في تربيع على بي دبليو. يلا هات المقاومة بتاع الأولاني. في تربيع على البي دبليو، الفي تربيع اللي هي 220 تربيع على البي دبليو بتاع الأولاني اللي هي 25، تطلع مقاومته بالرقم ده. ماشي، تطلع مقاومة الأولاني 1936. تعال نجيب مقاومة التاني. بي دبليو على الفي تربيع، أو في تربيع على البي دبليو عفوا. الفي تربيع بكام؟ ب220 تربيع على البي دبليو اللي هو ب100، هيديك كام؟ 484. ولكن اتنين متوصلين على التوالي، يعني هنجمع الاتنين دول، نجمع المقاومة دي زي المقاومة دي، يبقى هنجمع 484 زائد 1000 اقسم الرقم ده على الرقم ده، يبقى 440 على الرقم ده اللي هو 484 زائد 1936، هيديك الرقم ده 18 من 100 امبير. واضح ان التيار بتاع ده هو تيار الدايره اكبر من تيار المصباح الاولاني، يبقى المصباح الاولاني هيتحرق. تعال نشوف التاني. واضح ان التيار ده هو اقل من تيار المصباح التاني، يبقى المصباح التاني مش هيتحرق، مش هينور اصلا. يبقى المصباح الاولاني بس هو اللي هيتلف، يبقى الاجابه الصح تبقى رقم ج. ليه؟ لان تيار الدايره اكبر من تيار المصباح الاولاني فقط. تعال نكمل. في الدائره الموضحه بالشكل، المصباح ايه يكون اكبر وغير قول يا عم. اول حاجه ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هو مديك عايز يعرف مين اكبر من التاني. اول حاجه البي دبليو هنشتغل بالقانون في تربيع على ار. ليه؟ لان اصلا البطاريه توازي مع المصباح ده، توازي مع المصباح ده، فكلهم هيشتغلوا بنفس فرق الجهد، يعني الفي بالتربيع ثابته يبقى البي دبليو والمقاومه بينهم علاقه عكسيه. يعني ايه؟ الاكبر بي دبليو هيكون اقل من مقاومه. مين الاكبر؟ بي دبليو 60، يبقى واضح ان مقاومه بي هتكون اقل من مقاومه ايه. بس المقاومه والتيار بينهم علاقه عكسيه، لو مقاومه بي اقل يبقى تيار بي هيكون اكبر من تيار ايه، يبقى التيار اللي هيمر في بي هيكون اكبر. تعال نشوف الاختيارات كلها ونشوف انهي اختيار صح. المصباح ايه يمر به تيار اكبر وله مقاومة اكبر؟ ازاي تيار اكبر ومقاومة اكبر؟ مش ماشيين مع بعض. المصباح ايه يمر به تيار اكبر، ايه تيار اكبر؟ لا غلط. المصباح ايه اكبر مقاومة، المصباح ايه اكبر مقاومة، بس بي يمر به اكبر تيار، صح، عشان هنا التيار المقاوم بينهم علاقة عكسية، دي صح.
ماشي صلى على النبي. المقاومة ار بكام؟ مش انت معاك فرق الجهد كله ومعاك التيار الكلي؟ كبر بس كده معلش. بسم الله. ثواني بس كده صوت العزيز. بسم الله. عشان